بتبتدي حكايتنا مع شيرايوكي بتحب مجال الطب جدا، فبنشوفها وهي بتجمع الأعشاب الطبية المميزة علشان تعالج بيها الأمراض المختلفة. المميز في شيرايوكي دي إن شعرها الأحمر اللامع بيخليها أجمل واحدة في المدينة. بتشتغل شيرايوكي في المحل الخاص بيها بعد ما أبوها وأمها ماتوا، بتقدم خلطات بالنباتات دي لشفاء الناس والأمراض زي السموم، الحمى والحروق والإصابات وكده. بتعيش شيرايوكي في مدينة جميلة جدا. أمير مدينتها بيشتهر بالأنانية الزايدة وإنه غبي وطماع. لما اشتهرت شيرايوكي في مدينتها بشعرها اللامع الأحمر وإنها أحلى واحدة في مدينتها، قرر الأمير إنها تعيش معاه في القصر. بعت لها الحارس الشخصي بتاعه إنها لازم تروح للأمير ضروري بكرة، فاتضايقت شيرايوكي من الكلام ده، لأن إزاي حد يحب حد لمجرد إن فيه ميزة أو شعره حلو مثلا. بعت لها الحارس الشخصي بتاعه إنها لازم تروح للأمير ضروري بكرة وتكون في كامل أناقتها، فاتضايقت شيرايوكي الكلام ده ووقعت، لأن باين عليه إن كان بيهددها. وقررت شيرايوكي إنها تقص شعرها وربطته في شريط وسابته في المحل بتاعها. وهربت شيرايوكي من المدينة بتاعتها ولقيت بيت مهجور في الطريق، وخبطت على البيت ده وللأسف طلع إن مفيش حد فيه. غلب شيرايوكي النوم لحد تاني يوم وصحي، فبتلاقي فجأة شيرايوكي شاب وسيم بينط من على سور البيت، وفجأة وهو بينط بيقع وإيده بتتجرح، فصديقه بيقلق عليه جدا، وصديقه ده اسمه ميتسو. وبيكتشف الشاب وجود شيرايوكي اللي بيقول لها بتعملي إيه في الغابة هنا، وبتقع شيرايوكي بالكلام لأنها خايفة، وقالت له إنها لقت المنزل ده وهي هربانة. بيرفع الغطا اللي على شعرها وبيقول لها ان شعرها غريب جدا واول مره يلاحظ حد بالشكل ده. فبتلاحظ شيرايوكي اثناء الكلام معاه ان دراعه فيها كدمه بسبب النطه، وبتفتح شنطتها تخرج له وصفه، لكنه قال لها ازاي اخد حاجه من شخص غريب ممكن تكون فيها سم. وبتزعل شيرايوكي من اسلوبه الوحش معاها، لكنها مسكت سيفه اللي هددها بيه وضربت بيه دراعها، وخدت من وصفتها وحطت على دراعها. متخض من فعلتها الشاب هو وصديقه ميتسوهو. بيعتذر لها الشاب وبيقول لها ان اسمه زين. بيدخلوا البيت سوا وبيعرفها على اصدقائه. بتربط شيرايوكي الدراع زين بعد ما بتعالجه، وبتقوله انها متخصصه في الاعشاب، وبيسالها زين عن سبب هروبها. وما بتجاوبوش شيرايوكي لكنها بتبتسم وبتمشي، وبتسيب لهم المكان تروح تتمشى، فبيروح وراها زين. بتفرح بوجود المناظر الطبيعيه جدا، وبتقوله ان الجو هنا افضل بكتير جدا من مدينتها، وان هو امر مريح بالنسبه لها. فجاه وهي بتسند على الشجره بيتربط شعرها في الشجره، وبتطلب منه شيرايوكي انه يقص شعرها. بيقول لها انا ما اقدرش اقص شعر بنت، لو قلتي لي سبب هروبك انا هساعدك. تحكي له كل حاجه، بيتفاجئ زين من طلب الشخص اللي بعت لها حارسه علشان تكون حبيبته، وبيقول لها انا اول مره اشوف كده، وبتقول له ان المنطقه هناك الشعر الاحمر مش موجود، فاكيد اللي عايزها ده عايزها عشان يحتفظ بيها لنفسه، كانها يعني تمثال او اي حاجه ما عندوش مشاعر. عشان كده قصت شعرها وسابته في المحل ومشيت وهربت. بيتبسط زين جدا منها ومن كلامها، وبيقول لها اكيد ان قدرك هو اللي خلى شعرك لونه احمر. لاحظ ميتسوهو صديق زين انه اعجب بيها، وبتوافقوا كيكي. بيرجع الاتنين البيت تاني، وبيلاقوا ان في سله فاكهه على باب البيت وفيها شريطه. الشريطه دي اللي سابتها شيرايوكي في شعرها اللي قصته قبل ما تمشي. ولما بيدخلوا البيت بتعرفوا شيرايوكي اللي احنا هننادلها بعد كده بشيرا، وبتقول له انها من تامبارو. وبيتفاجئ زين ان اللي طلب منها الطلب ده يكون الامير بتاع مدينتها اللي اسمه راجل. وبيطلع ان زين عارفه، وبيقول لها ان الامير ده رزل قوي وهو متضايق جدا. وبتقول له شيرا حتى سمعته وصلت للبلاد اللي جنبنا. وبتاخد شيرا تفاحه وبتستغرب من اللي بيعمله الامير راجل معاها. بياخد منها زين التفاحه وبياكلها. لاحظ شيرا تغيير في التفاحه، وزين طبعا بيقول لها اوعي تاكلي من التفاحه. وبيقع زين، وبتعرف شيرا انها مسمومه بعد ما بتشمها، لكنها بتبحث في كل الادويه اللي معاها لكنها ما بتلاقيش ترياق للسم ده. وبيدخل في اللحظه دي حارس الامير راجي يقول لها ايه ده، هو انت ما اكلتيش من التفاحه؟ وبتطلع ان دي خطه اصلا الامير راجي علشان تاكل شيرا التفاحه فتتسمم، ويجبرها انها تروح له وهو معاه الترياق، ولو وافقت على اوامره هيديها الترياق ده. وبيقول لها الحارس لازم تيجي معايا لو عايزه الترياق. توصل شيرا القصر والامير راجي فرحان جدا، وبيقول لها فرحان جدا لما شاف شعرها الاحمر الغريب ده، وانها لما هربت من البلد خلت كل الناس تضحك عليه في المدينه وفي القصر كله، فلازم تصحح الخطا بتاعها ده، وانه مش هيديها الترياق غير لما تطلب منه انها تبقى حبيبته في القصر هنا. بتفتكر شيرا كل كلام زين اللي شجعها، ويحاول الامير راجي انه يحط ايده عليها، فضربته شيرا وقالت له معلش بقى هات الترياق الاول وانا اعمل لك اللي انت عايزه. ففجاه بيفتح الباب زين، بتتفاجئ شيرا والامير راجي بوجوده، بيضربوا الحارس بتاع الامير راجي، فضربوا زين ووقعه. ولما بتسأله ازاي قادر يتحرك، فقال لها ان جسمه عنده مناعة ضعيفة ضد السم، في حالة انه لو اتعرض للسم بيبقى انه بيشتغل ببطء. وبيقول له زين بقى انت بقى اللي بعت لها التفاحة عشان تسممها؟ فبيقول له انت مش عارف ان انت بتكلم مين؟ انا الامير راجل. بيقول له زين طب احب بقى اقدم لك نفسي، انا امير مملكة كلارنس زين ويسترا. وبصراحة في اللحظة دي احب انق على شيرا ان في اميرين بيتخانقوا عليها، وطبعا بتتفاجئ شيرا زينا بالظبط ان زين طلع امير كمان. والامير راجل بيترعب لانه عارف ان ممكن يشتكيه في تحقيق
تحقيق رسمي، وبيقول له زين بدلا ما اعلن عن تصرفاتك دي لكل الجميع ما تقربش من شيرايوكي تاني، وبيوعده راجي وبيقول لها زين قولي له كل اللي انت عايزه تقوليه له. وبتروح له شيرا وبتطلب منه الترياق بس عشان زين، لكنها ما بتقولوش اي حاجه تانية. بيشرب الترياق زين وبتشكره شيرا على مساعدته ليها وبتتاسف له على كل المشاكل اللي سببتها له. بتقول لها كيكي ان متسوهو كان هيموت لما شاف صديقه تعبان جدا، فبيضحك زين وبيقول له خلاص يا سيدي لما اكل فاكهه بعد كده هخليك انت اللي تقشرها وتاكل منها الاول، وبيضحكوا سوا. وبيقول زين لشيرا حقيقه اني شفتك ده امر مقدر لينا واكيد لازم تكوني معانا. بتفرح بكلامه شيرا جدا وبيمد لها ايده وبتوافق على كلامه جدا. بعد ما سافرت شيرايوكي لمدينة كلارنس مع الملك زين، بتتعرف على جارتها الجديدة وبتقول لها انها هتدور على عمل، وبتروح شيرايوكي لأكبر صيدلية في المدينة وبتقول انها تتمنى تكون متخصصة في الأعشاب. بتنبهر شيرايوكي بكل أنواع الأعشاب والنباتات اللي عندهم، وكمان بتشوف ولد صغير هناك متخصص في الأعشاب في البلاط الملكي، يديها صاحب الصيدلية ورقة فيها معلومات ازاي تبقى متخصصة الأعشاب في البلاط الملكي، وبيقول لها ان في مسابقة بتتعمل مرة واحدة بس في السنة لاختيار أفضل طبيب أعشاب، وان الموضوع ده صعب جدا ومش سهل زي ما هي متوقعة. بتروح شيرا للقلعة وبيقابلها الأمير زين وبينط لها وباين عليه الفرحة لمقابلتها. بيروح معاها الأمير زين بالعربة بره القصر. بتقول له شيرا انها تروح جبل كوتو علشان تدرس أنواع جديدة من الأعشاب، فبيقرر ياخدها الأمير زين بنفسه للغابة تاني يوم عشان يوريها برضو بعض النباتات الطبية، وبيروح معاها للمينا عشان يوصلها للسفينة اللي هتروح جبل كوتو النهاردة. وبتسأله ليه بيتنقل لكل الأماكن بنفسه على الرغم من إن الأمير راجي بيحب كل حاجة تجيله لحد عنده. قال لها أنا بحب مدينتي جدا ونفسي أكتشف كل شيء عنها، وسعيد بده بتطلع شيرا على السفينة وبتودع زين وبتقول له انها هترجع على بالليل المدينة. بيتكلم اتنين في الميناء على شعر شيرا وانهم لو استفادوا منه هيجيلهم مبلغ كبير جدا، فبيسمعهم الامير زين وبيتخضوا، وبكده بيعرف الامير زين ان شيرا رحلتها ممكن ما تكونش امنة لطمع الناس فيها وفي شعرها. بعد ما وصلت شيرا لجبل كوتو فعلا بتكتشف نباتات وزهور طبية، لكن في شخص من وراها بيضربها وبتفقد الوعي. بنروح لشيرا وهي متأيدة وبنلاقي الشخص اللي ضربها اسمه ماهايا، وبيقول ان هو هيرجعها للامير راجي او يبيعها لاي حد غني علشان ياخد مبلغ ضخم منه. بيجري الامير زين بعد ما بيتأكد ان شيرا ما رجعتش لحد بالليل وبيمشي بحصانه. بيقدم ماهايا لشيرا الاكل لكنها بتضرب الاكل براسها وبتوقع ماهايا وبتقفل عليه الحديد، وبتحاول شيرا تهرب من المكان لكنها ما بتعرفش بسبب الحديد اللي موجود. وبيطلع لها ماهايا وبيقول لها حتى لو طلعتي بره عمر ما حد هيجي ينقذك لانك انتي وسط الجبال. بتخترع شيرا طريقه لعمل بيها غاز ممكن يأذي الشخص اللي قدامها، وبيقع ماهايا من الريحة وبتجري وبتلاقي شباك وبتطلع منه وبتقع على الأرض، وبيطلع لها ماهايا وبيمسكها وبيحاول يضربها، لكنها المرة دي بتتنقذ مرة تانية من الأمير زين وبيضربه ضرب مبرح جدا، وبيطمن عليها لو أصابها أذى. وبيقول لهم ماهايا إن البيت ده كان أحلى بيت في المدينة، وبسبب موت عيلته كلها البيت ده أصبح كده، وما عندوش مانع لو عمل كده 1000 مرة علشان يرجع البيت ده زي ما كان. بيسلم الأمير زين ماهايا للحراس وبتطلب منهم شيرا انهم يحطوا له الوصفه على جرحه عشان تلتئم. لما بيكون الامير زين لوحده وشيرا معاه بتلاحظ شيرا زعله منها فبتتاسف له كالعاده انها حطته في خطر بسببها، فبيسكتها الامير زين وبيقول لها غضب الاكبر مش منك، غضب الاكبر من نفسي لاني كنت شاكك انك انت في خطر ومع ذلك استنيتك لحد بالليل. وبيمسك ايديها وبيقول لها شكرا لانك ما اتصبتيش باذى. شيرايوكي بيبان عليها التعب لانها طول اليوم كانت بتذاكر للمسابقه اللي قلنا عليها في الحلقه اللي قبل كده، وبتصحى كلها نشاط على الرغم من تعبها، بس حبها للمدينه هو اللي بيفوقها. نروح بقى لقصر الملك زين. قبل ما بيدخل اي عامل بيوري بطاقه تعريفه للحراس، وبتدخل شيرايوكي القصر وبتسالهم عن البطاقه اللي وراها العامل ليهم، فبيقول لها كل العمال اللي في القصر معاهم واحده زيها لازم يدخلوا بيها. بتدخل شيرايوكي القصر. بنتعرف على وزير الملك زين هاروكا اللي بيمنعوا الحراس من الدخول لانه عنده صديقته اللي هي شيرايوكي وبيشوفها داخله الامير زين وهو غاضب جدا. بتدخل شيرايوكي على زين بعد ما دخلها صديقه متسوهو مكتبه، بيقول لها ان الوزراء بتوعه كلهم زعلوا لعدم اهتمامه بامور البلده
ده، فبيجتهد في الشغل علشان ما يسمعش منهم كلام. وبتشوفه شيرايوكي وهو مجهد جدا بسبب عمله وهو مرهق وما نامش من امبارح، بيروح يقعد معاها وهو مرتاح جدا وبيقول لها انه بيحب مدينته جدا ومستعد يعمل عشانها اي حاجه. بيغلب النوم الامير زين وبتغطيه شيرايوكي. بتذاكر شيرايوكي جنب الامير زين وكلها اراده واصرار على انها تفوز بالمسابقه. وبيصحى الامير زين وبيكتشف ان شيرايوكي نسيت كتابها، وبيروح الوزير هاروكا لزين وبيطلب منه ان يبعد عن شيرايوكي لمكانته العاليه الاجتماعيه. وقال له الوزير ان لازم يختار بحرص مين اللي يقرب منه، وبيطلب منه الامير زين ان الامر ده قراره لوحده ومش محتاج نقاش طويل فيه. بيعتذر له الوزير هاروكا وبيمشي. وبيقرر هاروكا ان هو يبعد شيرايوكي بنفسه من غير ما يقول للملك زين. وبنعرف ان الوزير هاروكا قال لمساعده يستخدم القوة مع شيرايوكي. شيرا وهي في حديقة القصر بتكتشف انها نسيت كتابها في قصر الملك زين. وبنروح لمساعد الوزير هاروكا وبيقول للحراس ان الامير زين منع شيرايوكي من الدخول للقصر، وده القرار الملكي بمنعها من الدخول. كملوا كلامهم الحراس وبيقولوا لمساعد الوزير هاروكا ان شيرا دخلت بالفعل قبل ما يعرفوا القرار ده. تسمعهم شيرا وبتطلع تجري جوه القصر. بتقول شيرايوكي لنفسها انا مش مصدقه، حتى لو الامير زين امر بكده لازم اسمع منه الكلام ده بنفسه. وبتطلع السلم وبتجري وبيرمي عليها مساعد الوزير سهم مكتوب فيه امشي من هنا، لو تقدمتي خطوه واحده بس هتموتي. تخاف شيرا؟ لا طبعا. ده خدت السهم وجرت بيه للامير زين. وبتقابل الامير زين فعلا وبتقعد معاه وبتحكي له عن اللي حصل كله. فبيغضب الامير زين جدا وبيقول لها ازاي ما تقوليش للحراس. وبتقول له مين اللي عمل فيا كده، وبيقول لها انه ما يعرفش حد ممكن يكون بالسوء ده. بتساله برضو مين اللي مش عايز يخلينا نتلاقى سوا، فبيقول لها انك مش هتبقي لوحدك ابدا. فقالت له لازم اكون لوحدي لان الشخص ده هيحاول يكلمني. فبيوافق الامير زين بعد الحاح شديد جدا من شيرايوكي. وبيروح الملك زين لصديقه ميتسوهو كيكي يطلب منهم حاجه. بتقف فعلا شيرا لوحدها وبيقابلها الوزير هاروكا وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ هو انت بتشتغلي هنا؟ فقالت له لا. قال لها ممنوع تدخلي القصر ده تاني. وبيرفع عليها السيف وبيقول لها لو دخلتي وخطيتي خطوه واحده انا بقى هعرف اطلعك من هنا. فبتقف شيرايوكي قصاده بكل قوه وثبات وبرضه هو بيهددها وبيرفع السيف عليها. بتقدم شيرا خطوه لقدام وبيعين الوزير سيفه وبيعتذر لها لانه عرف انها كده بنت شجاعه. وبينزل المساعد بتاعه اللي اسمه اوني وبيعرفها على اسمه. بيظهر الامير زين وبيقول لوزيره هاروكا انه عارف ان طريقته دي كانت بسبب خوفه عليه، وانه فرحان ان هو عان سيفه وانه ما اذاش شيرايوكي وانه هيديه فرصه تانيه. وبيقبض ميتسوهو كيكي على اوني بسبب اللي هو عمله. وبتعرف شيرايوكي الامير زين انها قررت تنضم لمسابقه طبيب الاعشاب لحبها في المجال ده، وانها نفسها تكون مركز قوه الامير زين وانه يعتمد عليها في البلاط الملكي. وبيقول لها اتمنى ان كل ده يحصل. في قصر الامير زين ده ريو اللي اتعرفنا عليه في الحلقه الثانيه وهو بيسلم بحثه لرئيسه قسم الاعشاب وهي منبهره بيه جدا. نروح للامير زين وبيكتشف ان مسابقه اختيار طبيب الاعشاب النهارده، وبيستغرب صديقه ميتسوهو انه مهتم اصلا بمسابقه في القصر على غير عادته يعني. شيرايوكي بتدخل القصر مع باقي المتسابقين وكلها اراده على الفوز، وبتجمع المتسابقين وبتلمح شيرايوكي الولد اللي شافته في الصيدليه مختص الاعشاب اللي في البلاط الملكي. وبتنبهر شيرايوكي بمنظر الاعشاب والزهور اللي في القصر. وبتعرف شيرايوكي انه بيجمع وصفه لمنع السعال اللي هو الكحه. فبيشوفها ريو بينبهر بلون شعرها اللي بيفكره بزهره مشهوره جدا. تعتذر له شيرايوكي عن وجودها في الحديقه بدون اذنه وبيقول لها ان الوصفه دي ناقصها زهره قوس القزح وعشبه الكوكو، لكنه لازم يقطفها بعد شروق الشمس لان خواصها الطبيه بتبقى اعلى في الوقت ده. فبتنبهر شيرا بذكائه جدا فبيتحرج جدا منها ريو وبيسيبها وبيمشي. بينده الامير زين على شيرا وبيقول لها ها مستعده للاختبار؟ فقالت له يعني، وبتمسك ايده وبتستجمع شجاعتها منه. نيجي لوقت الاختبار بتعرفهم رئيسه قسم الاعشاب على نفسها وبتقول لهم اللي هينجح هيشرف على حدائق الاعشاب اللي في القصر وكل مخازن الادويه، والاختبار هيكون عباره عن ان كل متدرب هيبقى مسؤول عن حديقه اعشاب صغيره في القلعه ويعتنوا بيها لحد الصبح. بنروح لشيرا بعد ما استلمت حديقه التدريب الخاصه بيها وبتكتب تقريرها. وبتلاحظ شيرا انهم بيستخدموا قنوات لمد الميه للاعشاب، وبيروح لها الامير زين وبياخد باله منها من بعيد. فبيتحرك حد من جوه الشجر وبيتخض الامير زين وبيدخل جوه الحديقه علشان يكشفه، لكنه بيتخض لما بيشوف شيرا وبيقفل عليهم شخص من بره الباب. بيحاول يفتح زين الباب وبيقول لها لو حد عرف اني معاكي وفي نص الاختبار ممكن تكون نتائجه سيئه جدا عليكي. وبتساله ايه اللي جابه هنا؟ فبيتخض وبيقول لها مفيش، كنت بشم هوا. طبعا هو مكسوف. وبتكتشف شيرا ان في نباتات قربت تموت في الحديقه، فبتاخد شيرا حبه من الميه وبتشمها وبتدوقها
وبتكتشف ان طعمها مسكر، وبتروح لمكان ابعد وبتدوق ميته، فبتلاقي ان ميته طبيعيه جدا. فبيسالها زين هو في ايه، فبتقول له ان في سموم في القناه، فبتخض عليها زين جدا وبيقولها انت شربتي من الميه دي يا شيرة، فقالت له دي سموم للنباتات بس ما بتاثرش على الانسان. فارتاح زين جدا من الخضه، وبتعرف شيرة ان في حد زرع نبات اليورا بالخطا، فلو نما في بيئه مش بتاعته بيفرز سموم دفاعا عن نفسه في البيئه المختلفه اللي بيعيش فيها دي. فبكده عرفت شيرة ان ده سبب موت الزهور اللي شافتها، فبتقرر شيرة انها تخرج كل نباتات اليورا دي وتزرعها في بيئتها الطبيعيه. فبيساعدها زين وبيقفل القنوات الميه، وبيفضلوا يشتغلوا لحد الصبح. بتفتح عليهم الباب رئيسه قسم الاعشاب، وبتشوف زين معاها وهو متبهدل كده، وبتضحك رئيسه قسم الاعشاب من اللي حصل، وبتقول لها شيرة انها عادت زراعه نبات اليورا مره تانية. فبتقول لها رئيسه قسم الاعشاب انها كانت ممكن تدون بس اللي شافته، لكن اللي عملته ده يؤهلها انها بكده نجحت وبجداره، وان اللي فكر في الاختبار ده هو ريو اصغر مختص اعشاب في القصر، وانها هتتدرب تحت ايده ولو احتاجت اي سؤال لازم تسال ريو. وبتدخل شيرة لريو وباين عليه الخجل وانه ما بيعرفش يتعامل مع الاشخاص اطلاقا، وبتديله شيرة الاعشاب اللي كان محتاجها لما قابلته في الحديقه، وبياخدها ريو وبيطحنها، وبيروح لهم شخص من البلاط الملكي وهو تعبان وعايز وصفه اعشاب. فبتقول له شيرة ثانيه واحده ريو جاي، وبيروح له ريو لكن بيخاف وبيقول لها الولد الصغير ده كل ابحاثه عن السموم وانا طبعا مش هرضى ان هو يعالجني. فبتزعق له شيرة على تصرفه وبتقول له ان علم السموم ده بيخدم الانسان. بتخبط شيرة على الترابيزه وبتقول له ما تحكمش على الناس وانت مش فاهم اي حاجه اصلا. وبتدخل لريو وبيقول لها انه متعود على كده من الناس وانها ما تغضبش يعني، فبتقول له يسكت وبتمشي. وبتخض ريو من كلامها جدا، وبيسمعهم الامير زين وبيطلع انه يعرف ريو، وبيطلع ريو مع الامير زين وبيقول له انه خايف تكون شيرة زعلانه منه. فقال له زين في حاله شيرايوكي دي بالذات لازم تسالها وهي هتجاوبك بصراحه. نروح لشيرايوكي وبتديها رئيسه قسم الاعشاب التاريخ المرضي للملك زين بما ان هم اصدقاء وكده ولازم تساعده في الحالات الطارئه. فبتقرا شيرايوكي كل حاجه عن الامير زين وكل السموم اللي اخدها من وهو عنده 13 سنه، وبتعيط شيرايوكي جدا من اللي حصل له. وبيشوفها ريو وبيحسبها انها بتعيط بسببه، فبيجري للامير زين وبيقول له، فبيروح لها الامير زين وبيكتشف انها بتعيط مش بسبب ريو، ده بسببه هو، بسبب السموم اللي اخدها، وبيحضنها لاحساسها بيه وبألمه، وبيقول لها انه هيفضل جنبها طول العمر لحد ما تزهق منه. بتجري شيرايوكي لريو وبتقول له انها سمعت من زين انه زعلان وبيحسب انها بتعيط بسببه، فبتتاسف له وبتقول له لو ناداها باسمها تقول له اذا كانت هي زعلانه ولا لا. وبتحرج ريو جدا وبينطق لها اسمها بالعافيه، وبتقول له شيرايوكي شكرا جدا لانك جريت للامير زين بسببي. وبينبهر ريو جدا من شيرايوكي بسبب جمالها وجمال شعرها، وبيقول لها انها بتفكره بالزهره الحمراء، وبيمسك بقه كده وهو مكسوف وبيقول لها لانها جميله شبه الزهره دي. بيغير عليها الامير زين وبيلاحظ الكلام ده صديقه وبيقول الكلام ده لكيكي. يسافر زين واصدقائه لقلعه لاكس اللي فيها الجنود علشان يطمن عليهم لان ما وصلتلوش اخبارهم بقالهم مده، وبيوصلوا في طريقهم شيرايوكي علشان تدرس الاعشاب في المنطقه وبتودعهم مؤقتا. بيوصل زين واصدقائه القلعه وما بيشوفوش حد هناك حتى يراقب اللي بيدخل، وبيندهوا على الجنود وبيطلع لهم واحد من الجنود وبيقول لهم ان هو تعبان جدا، وبيحذرهم ان محدش يدخل جوه القلعه وان الجنود كلهم تعبانين بقالهم فتره. فبيعرف زين السبب انه ما كانش بيجيله اخبارهم بقالهم مده. وبيوصل اوني اللي اتعرفنا عليه في الحلقه الثالثه، وبنعرف ان زين اختاره يبقى مساعد ليه لذكائه وشطارته. بيحكي لهم الجندي ان تقريبا من 20 يوم بداوا يحسوا باحاسيس غريبه جدا في جسمهم، وبداوا يحسوا بالتعب حتى الطبيب بتاعهم عيان، وبيمنع الجندي الامير زين من الدخول خوفا عليه. فبيقول له زين ارتاح انت وانا هحل الامر بنفسي. بيدخل الامير زين وما بيحسش ان في اي حاجه غريبه في القلعه، وبيلاقوا مخزن السلاح كله فاضي. فبتيجي لكيكي فكره انهم يجيبوا شيرايوكي وممكن شغلها كطبيبه تعرف ايه اللي بيحصل هنا. فبيجري ميتسوهو وبيجيب شيرة معاه على الحصان وبتربط جرح الجندي وبتسأله عن اللي حصل. فقال لها انه طول الوقت كان بره في برج المراقبة وانه ما يعرفش ايه السبب في تحول الجنود كده. شيرة بتحاول تعالج كل الجنود وبيروح لها الجندي برضه بيقول لها انه اتحسن شوية. قالت له انها رجعت كل حاجة في الغرفة وكل حاجة زي ما هي في الغرفة، فايه بقى اللي جد خلى الجنود كده. وبتقول له شيرة انها لاحظت ان الجنود اللي جنب المدفأة اعراضهم اسوأ بكتير جدا من اللي ابعد منها. ووقعت شيرة من التعب وعرفت بكده ان الخشب اللي جوه المدفأة هو السبب، وراحت لزين وادت له كل الحطب وقالت له ان الحطب هو السبب. وقال لها الجندي فعلا
إن الجنود لما راحوا مكان وهم مسافرين اداهم قطاع الطرق الحطب مجانا. فزين بيقول لشيرة إنها رائعة وبيقول لها ممكن تقعدي مع الجنود لحد ما حالتهم تتحسن. بتوافق شيرة وبتقعد معاهم بالفعل لحد ما بيتحسنوا شوية. بيقول زين لمتسوه وأوني إنهم لازم يلاقوا قطاع الطرق دول، فقال له أوني سيب لي الموضوع ده وبينط فعلا. بتعمل شيرايوكي أعشاب للجنود وبيقول لها الجندي إن الملك زين عمره ما فرق ما بين أي حد في المعاملة ودايما بيسمع الجميع. بتكمل شيرة تقريرها الطبي عن الجنود وهي تعبانة جدا وبتحاول إنها تنام، فبيدخل عليها زين وبيقول لها إيه ده، هو أنت نمتي؟ فقالت له لا. بيعرفها ان الجنود اتحسنوا وبتشوفهم فعلا. بيشوف اوني شيرايوكي وهي بتقع من التعب وبينقذها وبتقول له ما يقولش للامير زين. بيقول لها اوني انت مش خايفه مني بسبب اللي انا عملته فيكي؟ فقالت له هخاف منك ازاي وانت ساعدتني؟ وبتمشي شيرايوكي. بيعرف زين من الجنود ان شيرة قاعده معاهم بقالها ايام وانها ما نامتش، ويأنب نفسه زين ازاي ما لاحظت ده ابدا. بيروح زين لشيرايوكي وبيقول لها تعالي اقعدي على السرير هنا. بتقعد شيرايوكي وبتسمع كلامه وبيقول لها اقفلي عينك وعدي لحد 6، فبتقفل عينيها فعلا وبتنام. وبيلمس وشها زين وبتنام شيرة وبيقفل عليها الباب. بيعرف زين من اوني مكان قطاع الطرق، بيروح لهم زين واصدقائه وبيضربوهم كلهم على اللي عملوه. بيرجع زين لشيرة بعد ما صحت وبيقول لها شيرة أنا نسيت أقولك شكرا لأنك فعلا أصبحتي قوتي، أنا سعيد بوجودك جدا. وبيبوس إيديها على اللي عملته. وبيرجع الأمير زين تاني يوم وأصدقائه للقلعة وبيودعهم كل الجنود. لما بترجع شيرة للقلعة بعد اللي حصل بتحكي لرئيسة قسم الأعشاب كل اللي حصل، وبتطلب رئيسة القسم منها إنها ترتاح لبقية اليوم. وبتمشي شيرة وبتقول رئيسة قسم الأعشاب يا ترى شيرة تعرف موضوع الأمير إزانا ولا لأ. بترجع شيرة تاني يوم للقصر وبينبهر جدا زين بشكلها الجميل المرتب، وبيديها الأمير زين بطاقة التعريف الخاصة بيها وإنها خلاص هتعيش في القلعة كواحدة من موظفين البلاط الملكي. بيقولها الأمير زين إنه ممكن يكون مشغول لفترة بسبب انشغاله، وبتقوله طيب وبتسيب. وبيقولها الكلام ده مزعلكيش؟ فقالت له يزعلني ليه؟ فبيقول لنفسه هي مالها، خلاص ما تشغليش بالك، اشوفك بعدين، سلام. بيمنع الحراس مرور الامير زين وبيعتذروا له وبيقولوا له ممنوع نقول لك، فبيقول لهم انا فهمت كده خلاص. وبيمشي الامير زين. بيقعد الامير زين مع اوني وبيلاقيه اتخدش في وشه، وبتيجي رساله للامير زين وبيطبقها وبيشيل طاقيه بيقول له انه جاي له. شيرة بيجي لها طلب من الملك بإنها تروح له في غرفة الانتظار. بيدخل الأمير زين هو وأصدقائه على الملك إزانا أخو الأمير زين الأكبر، وبيقول له زين ليه ما قلتش إن أنت جاي؟ وبيقول له إزانا أنا حبيت أعرف أنت أخد بالك من البلد ولا لأ. بيقول له كمان أنا عرفت باللي حصل في قلعة لاكس وإهمالك اللي سبب في اللي حصل. تسمعهم شيرة وبتعرف إن كلام الأمير إزانا بيوضح إن هو أعلى من زين في السلطة وإن هو الأمير الأول لمدينة كلارنس. وبيكمل إزانا الكلام لزين وبيقول له فين عقابك للي عملوا كده في الجنود، وفين عقابك للجنود نفسهم، مش واجبهم إن هم يعملوا دوريات ويحموا المنطقة المحيطة بالقلعة. وبيقول له زين إن هم كانوا تعبانين جدا لذلك هو ما عاقبهمش. فقال له إزانا خلاص نعفيك لمدة 6 شهور من موصيتك على قلعة لاكس. وبيتضايق زين جدا من كلامه بيقول له طالما ما عاقبتهمش تتعاقب انت بدلهم. بيكتشف زين وجود شيرة وانها سمعت كل الكلام وبيحضنها وبيقول لها اشوفك بعدين. لما بيطلع الامير زين بيقول الامير إزانا لشيرة انت عارفة طبعا ان زين من العيلة المالكة واحنا توقعاتنا ليه كبيرة، وبيطلب منها انها تمشي وبتستأذنه شيرة في الخروج. بيستدعي الامير إزانا الامير راجي وبيستغرب الامير راجي ليه دعاه اصلا. وبيوصل القلعة وبيتخض الامير راجي اول ما بيشوف زين وبيرحب بيه الامير زين في حفلة عملها الامير إزانا. بيرحب الامير إزانا بالجميع وبالامير راجي. بيطلعوا بره سوا الحديقة وبتراقبهم شيرة وبياخدها اوني معاه علشان يسمعوا الاميرين من ورا الحيطة. بيقول الامير إزانا للامير راجي انا سمعت ان انت حبيت بنت شعرها احمر في بلدك، وبيقع عليه العصير من الخضه وبيقول له دي عندي في القلعه. فقال له الامير راجي الشيرايوكي. فبيوقفوا الامير زين وبيقول له كفايه كلام عنها. وبيكمل الامير إزانا كلامه وبيقول له ما ممكن تكون هي عايزه ترجع لبلدها. فبيزعق له زين والكل مذهول. لما بتسمع الكلام ده شيرة بتجري وبتقول لنفسها ممكن الامير إزانا يطلب مني ان انا امشي من البلد. نرجع للامير راجي وبيرفض عرض الامير إزانا بالادب وبيقول له انا اللي مشيت شيرايوكي طبعا ما عنديش مشاعر اتجاهها. وبيقول له الامير إزانا هو في حد اجبرك؟ فبيفتكر اللي عمله فيه زين وبيقول له الامير راجي انا سمعت ان الامير زين بيفكر يخطب شيرة قدام الناس طبعا كلهم. فبيتخض زين جدا وبياخد الامير راجي وبيقول له ايه اللي انت هببته ده؟ فقال له الامير راجي هو انت خايف من حاجه؟ مش انتوا بتحبوا بعض؟ فبيقول له الامير زين لا مفيش الكلام ده. فقال له الامير راجي لو مش بتحبها بجد ساعتها قصري كله تحت امرها
وفي الموقف ده احب اسقف للامير راجي جدا على اصراره على شيرة. بيكمل كلامه زين وبيقول له ان طلبك مرفوض. صحيح انا معرفش ان شيرة عايزه تكمل هنا ولا لا، لكن انا هحب ان هي تطلب الكلام ده بنفسها. بيروح زين وبيقول لاخوه انا مفكرتش اخطب شيرايوكي وما طلبتش منها الكلام ده، فارجوك ما تزعلهاش. بتفكر شيرة في زين كتير جدا وبتشوفه من بعيد مع وزيره هاروكا وبتحسب ان هو مسافر، فبتقرر شيرة تعترف له باللي في قلبها وبتجري ليه لكن ما بتلاقيهوش موجود. بتفتح شيرة الأبواب وبتنده على زين بصوت عالي جدا، وبينده عليها زين بعد ما شافها وبيقول لها إن هو جاي لها وإنها تستنى، لكن قلبها كان بيرفرف جدا ونطت له هي من فوق الشجرة، ومدلها زين إيده وطلعت له وقالت له إنها كانت خايفة جدا لحسن يكون مشى من القلعة. بيقول لها زين لما ندهتي على اسمي حبيت اسمي جدا منك، وفجأة بتحضنه شيرة جدا وبيقول لها حصل حاجة زعلتك يا شيرة؟ فقالت له وحضنها زين جدا وقال لها فهمت. وفي اللحظة دي حبيت زين جدا من حنيته على شيرة. بيقول لها زين قولي لي ايه اللي حصل طيب؟ إذا أنا قالك حاجة زعلتك؟ قالت له ان هو كان بيهددها انها ما تقربش لاخوه ابدا، وبيتاسف لها زين على كل اللي عمله اخوه وانها ما تسمعش ولا كلمه منه، وان زين عايزها في القصر معاه، وان اخوه كتير بيبين عكس اللي في قلبه. يمسك ايديها زين بحنيه جدا وبيقول لها ممكن احكي لك ليه بقول على إيزانا طيب؟ فمره لما تم إيزانا 17 من عمره امر جنوده ببناء قلعه ما بين ارض ليدو وارض سو، فقالوا له دي معروفه بان حكامها ظلمه ودايما ما بينهم مشاكل، فقال لهم ده مكان جميل ابنوا القلعه ومحدش يعترض على كلامي. طبعا حاكم ارض ليدو وحاكم ارض سو علشان يتقربوا لإيزانا بعتوا له فلوس كتيره وبضايع اكتر، وقبلها الامير إيزانا بسرعه على انها الفلوس اللي هيبني بيها القلعه. وراح للامير إيزانا الخادمين بتوع حكام ارض ليدو وارض سو وقالوا للامير إيزانا ان الحكام دول بياخدوا الفلوس اللي بعتوها لك دي من الناس الفقراء، فقال لهم ماليش دعوه واطلبوا الموضوع دوت من الحكام بتاعتكم. وانتشرت بقى الشائعات على ان إيزانا امير سيء وكده. وطبعا انا كنت زعلان جدا من الامير إيزانا اخويا، لان بعد الخادمين ما راحوا له ورجعوا اراضيهم طردهم الحكام بتوع بلدهم، وعرف الملك إيزانا كل بشاعتهم واساليبهم الغلط اللي بيعملوها في السر وتخلص منهم وعزلهم. والغريبه انه عين الخدام بتوعهم حكام للارضين دول، ورجع الامير إيزانا كل الفلوس اللي جات له من الحاكمين دول للارضين بتاعتهم، وطلع الامير إيزانا ان هو ما لمس اي حاجه من الفلوس دي. وطبعا الامير زين اعتذر له جدا على تفكيره السيء. يرجع للامير زين مع شيرة وبيتاسف لها جدا ان هو اخرها في الوقت، وقال لها بصي يا شيرة انا عايزه اقول لك حاجه، الامير راجي قال في الحفله قدام الناس ان انا اتقدمت لخطبتك، واكيد الناس من هنا ورايح هتتكلم عليكي، فارجوكي حاولي ما تزعليش وتعاملي عادي جدا معاهم. قالت له ما تخافش انا هكون بخير طالما انت جنبي. بيمسك ايديها الامير زين وفجاه بيشدها بقوه ناحيته وبيحضنها جامد جدا وقال لها شكرا يا شيرة ان انت جنبي دايما. نروح للامير راجي بعد ما امر الامير إيزانا ان هو ياخد جوله في القلعه، واخر مرحله كانت جوله في البنايات الطبيه، وبيمسك وزيره وبيقول له روح فتش لي الاماكن، انت عارف ان شيرة بتشتغل هنا متخصصه اعشاب، فتخيل بقى لو انا شفتها. بعد ما بيخلص جولته وهو تعبان فجاه بيجيله مغص شديد قوي في بطنه، احسن وبيطلب من وزيره يروح يجيب له دواء. يروح لشيرة القمر دي وبتاخد العلاج اللي خلصت تحضيره وبتروح علشان توديه مركز الأدوية، وبتمشي في القلعة بتلاقي الشائعات عليها هي والأمير زين ملت القصر، وكل الناس طبعا بتتكلم عليها، وقالت فعلا كل اللي زين قاله حصل بالتأكيد. بيروح زين للأمير إيزانا وشكله غضبان جدا، فطلب منه الأمير إيزانا إن هو يتبارز معاه بالسيوف علشان زين يطلع طاقته في الغضب اللي جواه. فعلا بيحصل كل ده، وبيقول له زين ليه بتتعامل مع شيرة بالطريقة دي وانت لسه معرفتهاش؟ قال له انا مشغول جدا يعني اكيد مش هراقب بنت. فقال له زين امال عايز تحكم على الناس من غير ما تعرفها؟ فقال له الامير إيزانا انا عارف ان انت بتحبها، بس في بنت تانية ليها قيمة سياسية أكبر ممكن إن أنت تحبها أحسن من البنت أم شعر أحمر دي. فقال له زين أنا لسه عند رأيي، كل تصوراتك عن شيرة دي هتتمسح لو عرفتها فعلا على حقيقتها. قال له إيزانا سيبها يا زين، دي ما تنفعكش خالص. زين بيغضب جدا من اللي سمعه من إيزانا وبيقول لنفسه كأني يعني أنا هسمع الكلام. نرجع للأمير راجي وهو بيتألم جدا، وإذ فجأة يلاقي شيرة قدامه وبيقع من كتر الوجع، وبياخد الدواء اللي مع شيرة وبيقول لها أنا مش قلتله الغبي ده إن هو ما يقولش لحد؟ وراح فتح الدواء وبتمنعه شيرة من إنه ياخد الدواء، ولسه هيجي يشربه راحت شيرة رمياه من بقه وقالت له ده علاج موضعي للجروح، هتشربه ازاي يا زكي؟ فقالت له شيرة أرجوك خليك أمير يسعدني إن هو حاكم بلدي. فجأة بيجيله وزيره وبيقول له إن الطبيب قال ما ينفعش يديلك علاج من غير ما يشوف. بتقول شيرة لنفسها رئيسة القسم هتزعل مني قوي على الدواء اللي وقع ده. قال لها الأمير إيزانا ما تخافيش مش هتزعل منك لأن أنا شفت كل اللي حصل ده بنفسي. بيكمل كلامه الأمير إيزانا وبيقول لها مش ناوية ترجعي في كلامك للسفر لبلدك تاني؟
قالت له أبدا مش هرجع في كلامي أبدا، دي البلد اللي أنا شفت فيها زين. بيجي ميعاد سفر الأمير راغي وبيركب العربة بتاعته وبيودعوا الأمير إزانا والأمير زين. شيرا بتجمع أعشاب في الحديقة وبتشوف أوبي وبيقول لها إنه لابس الزي الرسمي لأن في ضيف هيزور الأمير زين النهاردة، وبتنده شيرا على ريو علشان يكملوا شغلهم فما بيسمعهاش ريو، وبيظهر طائر جميل جدا في السماء وبتظهر بنت بصفارة. أول ما بتصفر على الطائر بينزل لريو وبيرجع للبنت تاني. بتشكرها شيرا لأنها نبهت ريو بالطائر إنها بتنده عليه، فبتسألها شيرا عن اسمها وليه جاية القصر، فقالت لها إن اسمها كيهال والطائر ده اسمه بوبو، وانها مربياه وهو صغير، وعندهم طيور كتيره جدا في الجزيره شبهه، وعندهم حاسه سمع كبيره جدا، وبتعرف الطيور دي تلاقي المعادن في المحيط وبيدلوا الصيادين عليها، حتى صفاراتها من نفس خامه المعدن اللي في المحيط. ومن تقريبا كده من سنه ورث اللورد بيركر ارضهم من ابوه، وجاب كل اصدقائه يعيشوا في الجزيره وبداوا يصطادوا الطيور كلهم لان الريش بتاعهم بيتباع غالي جدا. ولما طلبت كيهال من اللورد ان هو يوقف اللي بيعمله قال لها لو مش عاجبك روحي للملك واشتكي له، واستهزأ بيها. قالت لها شيرا ما تخافيش الأمير زين مختلف عنهم. بيقابل الأمير زين البنت وبيعرف إن كيهال عايزة يبقى فيه في جزيرة يوريز بتاعتهم ممنوع الصيد وتبقى محمية طبيعية، فقال لها الأمير زين هفكر في الموضوع ده وبكرة هقول لك قراري. فبيضحك اللورد ضحكة خبيثة جدا. نروح لشيرا وهي بتفكر في موضوع الطيور ده وإيه الشيء المميز اللي هي ممكن تقدمه. ونروح للأمير زين، وكان اللورد بتاع جزيرة يوريز جاب له هدية كبيرة جدا علشان يشتري سكوته، وبيقول له ميتسوهو إن هو كده ممكن يكون بيستغله. بتستأذن شيرا تدخل لزين وإنها عايزاه في حاجة مهمة جدا. بيقابل زين كيهال وبيقول لها فعلا إن أنت بصفارتك تعرفي تتحكمي في بوبو وتخليه يطير، فقالت له فعلا وكل المتدربين كده في الجزيرة. فسألها بيعرف يسافر للأماكن البعيدة، فقالت له أغلبهم فعلا بيسافروا وبيطيروا في عرض البحر. وبيسألها الأمير زين إزاي الطيور دي بتعرف أماكن المراكب بتاعة الصيادين، فقالت له كيهال عن طريق الأجراس دي مصنوعة من معادن خاصة، والجرس الواحد ليه صوت فريد من نوعه، بتعرف تسمعه الطيور طالما سمعته قبل كده، ولو اختبرتها المسافة بعيدة توافقي؟ قالت له أكيد. وبتترجى كيهال شيرا إنها هي اللي تحمل الجرس، وقالت لها إنها أول حد يقف جنبها في القلعة، فبتوافق شيرا على الموضوع ده. راح لتاني يوم في القلعة وبيقول الأمير زين إن على بعد 10 متر من القلعة في برج اسمه برج المراقبة، واللي بيستغرق 40 دقيقة على ظهر الحصان علشان حد يوصل له. إحنا هنرسل الطائر ومعاه وثيقة، الشخص اللي هناك هياخدها ويوقع عليها ويبعتها، ويبعت معاها جرس في رقبة الطائر، ويرجع الطائر للقلعة. كل ده في حوالي 25 دقيقة، فلو تمت الشروط دي هتتم الموافقة، ولو حصل العكس هيبقى الأمر فشل. وبيضحك اللورد بيركر على كيهال وبيقول لها هو أنت أخدت صديقة الأمير في صفك؟ قبل ما بتمشي شيرا بتعرف شيرا الطائر صوت الجرس، وبيبتدي الطائر يطير بعد وصول شيرا للبرج. بعد وصول شيرا لبرج المراقبة بتطلع شيرا لسطح البرج، وبيبقى معاها حارس من القلعة، وبيتفاجئوا بوجود اللورد بيركر، وبيقول لها اللورد بيركر ايه رأيك أساندك وتبقي في حالة اجتماعية أعلى وتخلي الاختبار ده يفشل. فبتزعل منه شيرا جدا وبترفض طلبه، وراح أخد منها الجرس ورماه في البحر، ودخل شيرا جوه غرفة البرج وقفل عليها، وحاول يمنعه الحارس لكن قال له انت بتتجرأ ترفع صوتك. فسكت الجندي وبيقول لها اللورد بيركر تفتكر الامير هيساعدك ويحاول يكون لنفسه اعداء؟ انت من طبقة الفقراء واحنا من طبقة النبلاء. قالت شيرا لنفسها على الرغم من ان كلامه صحيح بس انا برضو مش هعمل غير الصح. بيسمعها اللورد بيركر وبيقول لها يعني هتعملي ايه؟ فراحت فاتحة الشباك ونطة من البرج جوه المية واتجرحت ايديها. شافها أوبي من السلم ونزل وراها المية، وشافها اللورد وهو غضبان جدا، وقال له الحارس ان انت رهن الاعتقال. محدش مننا ابدا بيسمع كلام شيرا وبيتجاهل كلامها حتى الامير زين. وفجأة بيوصل الطائر لشيرا وبتحاول تدور مع أوبي على الجرس، لكن بوبو بيطير فوق حتة كده معينة على البحر. تفهم شيرا كلام كيهال وبتنزل المية وتدور على الجرس وبتشوف الجرس فعلا. نروح للامير زين والجميع وهم بيقولوا ان ما عادش غير دقيقتين، ازاي هيوصل الطائر في الدقيقتين دول؟ بيسكتهم الامير زين، وفجأة بيوصل بوبو على اخر دقيقة فعلا مع الوثيقة والجرس. وقرر الامير ان الطيور دي هتكون وسيلة تواصل بين البلاد بعد كده. لكن مع الوثيقة دي الوزير هاروكا بيقول لزين ان في رسالة بتقول ان شيرا كانت في خطر وان هم هيعتقلوا اللورد بيركر على اللي عمله. وفجأة بيركب زين حصانه وبيوصل للبرج وبيحكي له الحارس اللي حصل كله، وبيطلع زين لشيرا البرج وبيطمن عليها وعلى جرحها وبيشوف ابتسامتها زين، وبيحكي الوزير هاروكا اللي حصل كله للأمير إزانا، وقال له الأمير إزانا ان هو بدأ يثق في شيرا بعد اللي حصل ما بين زين وشيرا، وبيبعد عنها زين وبيتأسف لها على كل اللي حصل منه، وقال لها أرجوكي المرة الجاية اللي أشوفك فيها
لازم تقوليلي على كل اللي في قلبك من ناحيتي. وطبعا شيرا كانت مزبهلة جدا من اللي حصل وما نطقتش ولا كلمة، وبترجع معاهم للقلعة وهي موطية راسها ورا أوبي. بيلاحظ أوبي إحراجها جدا وإنها مش عايزة ترفع وشها. لما بترجع شيرا للقلعة بتقول لها كيهال إن الأمير وحراسه هيروحوا معاها للجزيرة بتاعتها. طبعا كل ده وشيرا بتقول لنفسها اهدي اهدي ريلاكس، وبتخبي وشها من الأمير زين لما بيندى عليها. وبيقول أوبي لمتسوهو هو انت مش حاسس ان في حاجه غريبه كده في شيرا؟ قال له اه فعلا. فقالت لهم كيكي اكيد زين عمل لها حاجه. بيسافر الامير زين وبتودعهم شيرا واوبي، وبيقول لها اوبي مالك الامير زين زعلك؟ فقالت له لا ابدا. تمشي بسرعه من احراجها وتستخبى وبتقول انا مالي فيا ايه. حتى اللي حصل ده بعد 3 ايام كل ما اشوف الامير زين ارتبك وقلبها بيدق جامد جدا. بيوصل الامير زين للجزيره وبيطلب من زعيم الجزيره استخدام الطيور كوسيله للاتصال، وعايزين ناس مدربه تروح للقلعه علشان تدرب الجنود على استخدام الطيور دي. قال له زعيم الجزيره ايه اللي يخلينا نصدقك؟ تدينا 10 ملايين من النقود. وقال له زين استعمال المال في كسب السلطه وان انتوا تخضعوا لامرنا هكون بالظبط زي اللورد بيركا، مش هيبقى في فرق ما بيننا. ما اعتقدش ان كان همكم المال من الاول. فانحنوا له تقدير واحترام بقوه شخصيته وبيعتذروا له على اللي قالوه. وبتعمل الجزيره حفله كبيره جدا وبيقول الاطفال الامير زين هو انت امير حقيقي؟ بيشكر زعيم الجزيره في الامير زين جدا وان مش كل الزعماء زي بعض. بيفكر زين في كلام الأطفال وبيعترف باللي حصل ما بينه وما بين شيرا لمتسوهو. وسأله طب كان رد فعلها إيه؟ فقال له إنها اتكسفت ووشها أحمر جدا وما نطقتش ولا كلمة. وبيكمل الأمير زين وبيقول إن هو أغرم بشيرا جدا من الوقت اللي شافها فيه، لكن المرة اللي فاتت دي هي المرة الوحيدة اللي اتأكد فيها من مشاعره ناحيتها، وإن نفسه يقول لها الكلام ده كأمير مش زين صديقها أبدا. نرجع للقلعة وبيدخل أوبي على شيرا وبتقول له يوطي صوته لأن رئيسة القسم ما نامتش بقالها أيام وهم بيحاولوا يعملوا لها شاي يخليها أفضل. بعد ما بيعملوه بيشربوه ما بيحبوش أوبي خالص، وقال لهم أوبي إيه رأيكم لو تحطوا فيه ثمرة الركة؟ وفعلا بيحطوها وبيعجبهم الطعم جدا. ولما بتصحى رئيسة القسم وبتدوقه بيعجبها الطعم جدا وبتقول لهم اكيد دي مش فكرتهم. قالت لها شيرا فعلا دي فكرة اوبي. بتطلع شيرا بره المكان بعد ما بتخلص شغلها وفجأة بيوصل الامير زين وحراسه. بتبص شيرا للغابة فاوبي بيسألها بيقول لها نفسك تروحي الغابة؟ فقالت له اه. وبيوصل الامير زين وبيحييه اوبي وبيستغرب ان شيرا مش عايزه تكلم الامير زين. ولما بيحس بيها اوبي بيقول لها اعد ل3 تكوني هربتي بسرعه. وبتجري شيرا وبيستغرب الامير زين من اللي عملته شيرا وقال له اوبي اكيد الموضوع ده ليه علاقه بيه. بيجري وراها الامير زين وبتفضل تجري شيرا لحد ما بيطلب منها انها تقف وان هو مش هيجري وراها. وبيقول لها زين مالك يا شيرا؟ كل ده عشان طلبت منك ان انت تقولي اللي في قلبك. وقال لها ان كان لقائنا الاول كان في الغابه، وبيحكي لها كل حاجه حصلت في الجزيره. وبرده لسه شيرا ساكته، وفجاه بتعيط شيرا جدا وبتعترف لزين انها بتحبه جدا جدا وانها كانت بتكن ليه كل الاحترام، لكن اخيرا عرفت انها مغرمه بيه. وفجاه بينحني لها زين وبيطلب منها انها تكون دايما جنبه وتفضل معاه دايما وان هو هيفضل يحميها مهما حصل. وبيطلب منها ايديها وبتلمس ايده شيرا وبتوافق وبيشكرها زين جدا. وبيرجعوا للقلعه وهم فرحانين. وبتصحى شيرا من النوم وبتفتكر حوارها مع زين وابتسامته معاها واطمئنانها وهي معاه. نروح لقلعة كلارنس وبيدخل جميع الشعب القلعة وبيحيوا الحراس. بتفرح شيرا جدا بالمنظر وبتقول لها رئيسة قسم الأعشاب إن ده يوم فتح القلعة وبيعتبر ده حدث بيقام كل كذا سنة وبتفتح القلعة أبوابها للجميع. بتطلع شيرا وبتشوف المنظر وبيكلمها زين وهو متخفي في أحد الحراس وبيشدها من إيديها وبيطلع بيها السلم وبيشوفوا الحراس. بيقول لها ان هو متخفي كده علشان يراقب كل اللي بيحصل ويعرف يطلع من القلعة براحته من غير ما حد يحس بيه، وانه كمان حابب يشوفها ويتكلم معاها جدا. بيلمس ايديها وبتتكسف جدا شيرا وبيحضر اوبي ومتسوهو وكيكي وبيطلب منهم الامير زين ان هم يطلعوا كلهم سوا للقلعة. وبنلاقي بياعين واماكن بيع الطعام والحلوى وكل انواع الزينة. وبيلاحظ اوبي شيرا وهي بتغطي شعرها وبتقول انها مش عايزة تسبب اي مشاكل بسبب لون شعرها. بيشوفوا عرض المهرجين في القلعة وبيقول متسوهو لشيرا ان الامير زين اعترف لهم بحب ليها وانه حابب يكون معاها على طول. وحضنوا متسوهو ساعتها وبيسألوها عن رغبتها في البقاء معاه فقالت انها بتحبه جدا جدا وبيدعمها متسوهو. اوبي بيروح حلبة القتال وبيكسب جايزة وبيطلع للامير زين والامير زين غاضب منه جدا. وبعد ما بيخلصوا حوارهم بيسيبهم الامير زين علشان موعد تحية الشعب. وبيدي اوبي شيرا هدية وبتحطها في شعرها. وبنروح للامير إيزانا والامير زين وهم بيحيوا الشعب وبيسألوا أخوه لو غير رأيه في موضوع شيرا وقال له إنه دلوقتي بيفكر في مستقبله
اكتر بكتير جدا من قبل كده. بيخلص الامير زين تحية الشعب وفجأة بيلاقي ريو وبيجري بشنطة الاسعافات الاولية وبيطلب منه ريو ان يقول لشيرا ان في حد اتجرح ولازم تروح معاه على طول. وبيطلع ان الشخص المجروح دي بطلة عرض المسرحية داخل القلعة وكانت بتتألم جدا، وقال لها ريو ان عظمها مكسور ولو وقفت عليه مش هيلتئم بسرعة. وبتقلع فجأة شيرا غطاء شعرها وبيبص مخرج المسرحية بانبهار لشيرا، وفجأة بيطلب المخرج من شيرا انها تحل محل الممثلة وتطلع هي على المسرح بدلها. وبتطلع شيرا وهي لابسة فستان زي القمر، وبيشوفها الامير زين وهو محرج جدا، وبيبداوا يحكوا لشيرا حكايه القصه كلها وايه هي اللي هتعمله بالظبط، وان المفروض على خشبه المسرح ده الفارس اللي بيخدم الاميره، وان دي مفروض الليله اللي قبل زفاف الاميره، وان الفارس هيختبر الملك علشان يعرف اذا كان هو مناسب للاميره ولا لا. وبتغطي شيرا شعرها وبتطلع على المسرح، وبيطلب المخرج حاجه من الممثل اللي هيعمل دور الامير. وبيعرف زين ان اللي هيمثل المفروض يبوس ايد شيرا، وان المخرج طلب منه بدل ما يبوس ايديها يبوسها هي، وبيقول لهم انه قال له كمان ان هيزيل غطاء شعرها. وفجأة بنشوف الامير زين وهو بينط من فوق وبيحمي شيرا وهو متقمص دور الفارس وبيقاتل الامير اللي مفروض في التمثيل. وبيحكي لها اوبي على اللي حصل بعد ما بتخلص، وبتتأكد شيرا من ان الامير زين بيغير عليها جدا. وبينجح العرض نجاح باهر وبيسقف الجميع ليهم، وبتشكره شيرا جدا على اللي عمله، وبيسألها زين على الهدية اللي في شعرها، وقالت له ان اوبي هو اللي جابها لها، وقال لها انها جميلة جدا جدا عليها. وسألها الامير زين هل كانت بتواجه المشاكل في مدينتها تنبارو قبل ما تقابل الامير راجي، فعرفته انها كانت بتشوف مشاكل كتيرة جدا، بس جدها وجدتها علموها انها تتخطى كل المشاكل. لكن مؤخرا بعد ما شافت الامير زين انها اعتمدت عليه وانها سعيدة جدا بوجوده في حياتها وان هو الداعم الاول ليها، وبتطلب منه ايده وبيديلها ايده فعلا وبتبوسها، وبتقوله انها سعيدة جدا انها معاه في كلارنس. وبتتحرك شيرا جدا بعد اللي هي عملته. وبيطلعوا بره القلعة وبيشوفوا الأضواء الطائرة والناس كلها بتطيرها، وبيمسك إيديها الأمير زين. ولما بيقابلوا ميتسوهو بيزعقله على تهوره في المسرحية، وبتشوف شيرا الأضواء وهي فرحانة جدا، وبتفرح شيرا بوجودها مع زين وبتتمنى تكون معاه للأبد. بنشوف عودة ماهايا اللي خطف شيرا في الموسم الأول بسجنوه، ونروح لقلعة كلارنس وبيجي ميعاد التنظيف النص السنوي لقسم الأعشاب، وبتطلب رئيسة القسم من مساعدها تنظيم رفوف الأعشاب وبتديله تعليمات يمشي عليها، وبتروح شيرا مكانه علشان تتعلم هي بنفسها. وبتتعلم شيرا كل حاجة بنفسها فعلا، وبتلاقي حشرات أكلت العشبة الطبية فتغير ريحتها. وريو خارج القلعة بيطير الهوا كل الورق بتاعه، وبيشوفه أوبي وبيقول له ريو إنه عمره ما طلع فوق الشجرة قبل كده، وبيطلع ريو بيحاول لكنه بيفشل، وبيساعده أوبي وبيشيله هو. وبعد ما بياخد الورقة بيجري بيه أوبي لقسم الأعشاب. نروح للأمير زين وهو بيمضي على أوراق للمملكة وباين عليه إن هو متضايق قوي. ويسأل ميتسوهو كيكي عن سبب غضبه، فقالت له لما راح يشوف شيرا لقاها مشغولة، فقال إنه لازم يتابع عمله هو كمان. بتعور زين بسبب جرح من الورقة، وبيقول له أنت عارف اللي بيتعور من الورقة؟ الياف الورق كلها بتدخل الجرح وبتنتشر لجسمه وبيتحول هو كمان لورقة. بيقول لهم زين خلاص أنا رايح الجناح الطبي وبطل هزارك السخيف ده. كيكي بتقول لزين إنها هتروح تدرب الجنود، وبيشوف زين الأمير إزانا لكنه بيتجاهله، وبيقول زين في يوم من الايام هيخليه ما يتجاهلوش ابدا. بيوصل اوبي ريو لقسم الاعشاب وبيشوف زهور وبيحبها جدا، فقال له ريو ان الزهور دي بتاعت شيرا، واوبي بيقول ان هو بيحب النوع ده جدا. بيساعد اوبي شيرا وبتستأذن منهم شيرا علشان تروح تكمل تنظيف المخزن، وبيدي ريو اوبي بذور لنفس الزهره بتاعت شيرا، وقال له ان دي هديه ليها على اللي عمله معاه وانه ممكن يزرعها. بيوصل الامير زين لقسم الاعشاب وبيقول لرئيسة القسم ان هو اتجرح بورقه، فقالت له انت عارف اللي بيتجرح بورقه الياف الورقه دي كلها بتدخل جوه جسمه؟ قال لها هو كلكم مجانين ولا ايه؟ وبتدرب كيكي الجنود على القتال. وبعد ما بتخلص شيرا التنظيف بتقول لها رئيسه القسم ان زين مستنيها في غرفه العلاج. بتدخل عليه شيرا وبتلاقيه نايم وبتفكر فيه، وبتلاقيه مجروح وبيمسك ايديها وبيبوسها وهو نايم، وبيقول لها انه عايز يكلمها في مستقبلهم. وفجأة بيدخل عليهم ميتسوهو وبيمشي زين معاه وبيرجع لها وبيقول لها انه مبسوط جدا انه شافها، وبيدق قلب شيرا جدا. ونروح للامير إزانا وبتوصله رسالة من تنبارو بلد شيرا، وبيعرف انها من الامير راجي، وبيروح اوبي ريو علشان يرجع له البذور اللي اداها له كهدية، وقال له انه عمره ما اهتم بزهر ابدا وما يعرفش هو هيبقى في القلعة كتير ولا هيسيبها. فقال له ريو ان هو مش هياخدها، وانه لو راح اي مكان ممكن يزرعها حتى لو كانت بره القلعه. بتوصل شيرا وبتقول لهم انها جمعت البذور الزهره اللي بتحبها دي ما عدا اللون الازرق منها. فجاه بيجري ميتسوهو وبيبحث عن شيرا، وبتروح شيرا لزين وبيقول لها ان ماهايا موجود في القصر وطلب ان هو يقابل شيرا والامير زين. وبتوافق شيرا تقابله وبيدخل معاها زين وهو غضبان جدا،
وبيقول له انت عايز ايه منها، اتكلم بسرعه. فبيقول لشيرا ماهايا انت تعرفي شاب عنده حوالي 13 او 14 سنه شعره بني كده فاتح اسمه كازوكي. وبيقول لهم كمان ان هو لما تم الافراج عنه جمع المال وركب مركب ولقى الولد ده بيبحث عن شيرا، وقال له ماهايا ساعتها ان هو يعرف شيرا، وقال له زين انت قلت له كل حاجه عن شيرا، وقال له ماهايا انه عايز المال وان هو يشتغل في القلعه، وقال له ماهايا لو شغله في القلعه هيعرفوا المعلومات اللي اخدها من الولد ده. وطبعا بيزيد غضب زين جدا منه لانه هو اصلا مش طايقه، وقال له زين ان هو ما بيثقش فيه وان هو يقول المعلومات الاول وبعد كده يشغله في القلعه. فقال له ماهايا ان سبب بحثه عنها ان هو بيقول ان في مكان مناسب ليها غير القلعه وانه يستاهل تعبه ومحاولته ان هو يدور عليها. وطبعا شيرا مش فاهمه اي حاجه، وبيستدعي الامير اذانا شيرا وزين، وبيقول ان الامير راجي دعاها لحفله راقصه في مملكه تمبارو علشان يشكرها على اللي هي عملته معاه وانها بكده هتمثل مدينه كلارنس. وبيقول ان الجميع بيتكلم عن تغيير الامير راجي للافضل بعد ما رجع لبلده بعد زيارته لقلعه كلارنس، والكلمات اللي شيرا قالتها له حفزته جدا وغيرته. وبيغضب زين جدا لان اذانا عايزها تكون مع راجي. بيكمل الامير اذانا كلامه وبيقول ان الحفله دي بعد 7 ايام، وانها قبل ما تسافر هيبعت لها مدربين يدربوها على اساسيات التصرف علشان ما تحرجش نفسها ولا مدينتها، وبيأمرها للسفر لمده 14 يوم لتمبارو. وبيطلب منه الامير زين لاضافه شرط انه يبعت معاها حارس يثق فيه هو، وبيوافق الامير اذانا. بيحكي الامير زين اللي حصل للجميع، وبيقولوا له ان هم خلوا ماهايا في القصر علشان يساعدهم يلاقوا كازوكي ده. وبيقول زين لمتسوهو انه يحضر نفسه يسافر مع شيرا لتمبارو. بيدي الامير اذانا لشيرا جناح فاخر علشان تتدرب فيه، والتدريب هيبدا من بكره. وبتفكر شيرا في زين كتير جدا. بيدخل اوبي تاني يوم على شيرا وهي بتتدرب على الرقص، وبتسلم عليه شيرا وبتطلب منه انه يساعدها في الرقص لانها دمرت رجل المدرب بتاعها، وقال لها ان الامير زين امره بدراسه ماهايا علشان يلاقوا كازوكي، وقال لها خدي الكتاب ده بعتهولك رئيسه القسم، ودي اعشاب من ريو لمعالجه تقرحات القدم. بيسال زين عن اوبي وقالوا له انه مشى مع ماهايا للميناء. بيروح اوبي يسال على كازوكي وبيطلب من الحراس اول ما يلاقوه يسلموه للقلعه فورا. وبيقول اوبي لماهايا عارف انت لو طلعت كذاب هلفك بالطرحه اللي انت لابسها دي وهوديك الجبل. وبنروح لشيرا بعد ما بترتاح شويه وبتتدرب على الرقص تاني، وبيصحى زين يلاقي شيرا سابت المكان ومشت، وبيلاقي نفسه بيحلم. وبيشوف اوبي متسوهو وكيكي وبيسالهم رايحين فين، فقالوا ان هم رايحين لزين. وبيلاقوه بيتدرب على القتال بالسيف، وفجأة بيروح لأوبي وبيطلب منه ان هم يتدرزوا بالسيوف، ولو هو كسب يسمح ليه بالسفر مع شيرا مكان متسوهو، وبيوافق زين. وبيتقاتلوا بالسيف وبيتكسر سيف أوبي، لكن سرعة بدايته خلته يرمي سيف زين. وبيقول له زين ان هو فاز بالمباراه وهيسمح له يسافر مع شيرا عشان يحميها. شيرايوكي اثناء مراجعتها لكتاب الاعشاب بيطلب منها الامير زين ان هو يتكلم معاها بره، وبيقول لها انه بعد مباراته مع اوبي قرر ان هو اللي هيسافر معاها علشان يحميها. وقال لها زين ان هو حابب يتكلم معاها كتير قوي، وقالت له ان الكلام معاه بيزيل قلقها وانها بقت احسن بكتير جدا، والدروس خلتها تتعلم الرقص بشكل افضل، وانها اكيد هتبقى كويسه في الحفله هناك. وبتدخل شيرا لغرفتها وفجاه بيحضنها زين جدا وبيقول لها ان هو بيحبها وانها تصبح على الف خير. تاني يوم بيشوف الجميع الحراس خروج شيرا بعربيه فخمه جدا، وبتطلب شيرا من اوبي يركب معاها، لكنه قال لها ان هو هيمشي وراها بالحصان، وبتشكره شيرايوكي على حضوره معاها. بيقول زين ان هو يتمنى يلاقي كازوكي ده قبل ما شيرا ترجع القصر. بيقول الوزير هاروكا انه هيرافق شيرا للحدود والجميع مصدوم، وبتطلب شيرايوكي من الامير زين اي حاجه منه تفكرها بيه وهترجعها له اول لما ترجع كلارنس، وبيديلها ساعته. وبيشوفهم الامير اذانا من فوق وبتحييه شيرايوكي وبتودع شيرا الجميع. وبيروح زين للامير اذانا وبيقول له انه ما توقعش ابدا ان هو هيجي يودع شيرا معاه، وقال له ان هو كان عايز يعرف بس هيكون حزين ولا لا، وما طلعش يعني زي ما كان متصور. اثناء سير شيرايوكي في الطريق بيقول لها الوزير هاروكا ان مدينه كلارنس وتمبارو بيفيدوا بعض كتير جدا في كل شيء، لكن محدش فيهم بيتدخل في شؤون قلعه التاني، وانها لازم تحدد هي رايحه هناك علشان تستفيد بايه بالظبط. بتودع شيرايوكي اللورد هاروكا عند الحدود وبتشكره جدا، وبيلاقي اوبي ان شيرا حاطه الدبوس اللي جابوا لها هديه وشكلها جميل جدا بيه. وبتوصل شيرايوكي لوطنها وهي سعيده، وبتوصل لقلعه تمبارو بيرحب بيها الامير راجي على قبولها لدعوته، وبتدخل وراه للقصر. وبتحس شيرايوكي ان راجي اتغير جدا عن الاول، وبيقول انت جيتي ليه؟ فاستغربت قوي وقالت له مش انت اللي عازمني؟ قال لها فعلا ان هو عازمها علشان يشكرها على اللي عملته معاه في قلعه كلارنس. وبيتعرف عليه اوبي وقال له ان هو الحارس الشخصي لشيرايوكي بامر من الامير زين، وبيطلب منه حارس الامير راجي انه يكون مع شيرا اغلب الوقت علشان يحسسها انه مرحب بيها في القلعه. وشيرا بتوافق على الاقتراح ده، وبيتفاجئ الامير راجي من موافقتها، لكنه بيقول انه مرحب بيها جدا وان هو هيبدا يرافقها في القلعه. في قلعه الامير راجي بتظهر بنوته لاول مره بنشوفها، وبتحكي لها خادمتها على اللي بيحصل مع الامير راجي وشيرايوكي. وبتعرف البنت ان شيرايوكي غيرت اخوها الامير راجي للافضل. بيدخل اوبي لشيرا وبيقول لها ان غرفته جنب غرفتها لو احتاجت حاجه، وانها ما ترغمش نفسها تتقبل الامير راجي.
فقالت له ان هي اللي مقرره ده. ولما بتقعد شيرة مع الامير راجي بتحاول تفتح معاه الكلام لكنه بيتفخر بكل حاجه، وبتستأذن شيرة تطلع تشم هوا في الخارج، وبيطلع معاها أوبي وبيتوتر الأمير راجي لدرجة إنه بيقول إن هي مش هتستفيد بقعدتها معاه، فبيقنعوا حارسه الشخصي إنه يسليها خلال تواجدها في القصر علشان يقرب منها. شيرايوكي بتحكي لأوبي إن بيتها كان حانة للشرب في الماضي وجدها كان بيديره، وإنها اتولدت في الجبال وعاشت هناك وهي صغيرة، وإن نفسها تشوف الناس اللي ربتها هناك لكن لازم تركز على مهمتها، وبعد كده لو رجعت لتنبارو تاني هتدور عليهم اكيد. بيدخل الامير راجي وبيقترح على شيرة انه ياخدها في جوله للقلعه، وقال ميتسوه ان هم ودوا مهايا مع الجنود علشان يحققوا في الموضوع ده، وقال زين طالما شيرة بتأدي واجبها فانا لازم كمان أدي واجبي كامير. بيقول الامير راجي ان في غرفه نباتات مزينه باجراس مع نباتات نادره، وطلبت شيرة انها تشوف الغرفه دي. بيدخلوا الباب حديد وقال لها الامير راجي ان الممر للغرفه من هنا. بينزلوا للممر وقالت له ده الواحد يضيع فيها، فقال لها انها مبنيه لحالات الطوارئ. قالت له طب احنا مش هنتوه؟ قال لها ازاي تقولي كده وهو بيزعق، ده انا برنس سيبيني بس فرصتي. وقال له اوبي ما هي عندها حق، احنا هنا للمره الثانيه. بيلاقوا فجاه نهايه مسدوده وقال لهم بس السلاسل دي يعني كده الباب هيفتح، وبيشدها معاه اوبي وبيطلع سهم من الحيطه وبينقذوا اوبي. وقال الامير راجي انا افتكرت صح ان هنا في فخ تصمم للناس الغريبه، وبيدوس على الارض وبيتقفل باب الدخول وبيتفتح الباب الحديد، فما قدامهمش غير ان هم يمشوا فيه. وقالت له شيرة ان هم يستنوا، فقال لها ان الحراس مش بيجوا هنا كتير وممكن يقعدوا كتير هنا. وبيمشوا لمده طويله وبيتعب راجي جدا، وبتشجعوا شيرة انها معتمده عليه. وبيلاحظ اوبي ان في حد وراهم، وبيطلعوا ان هم العفاريت الصغننين دول علشان يراقبوا شيرة واخوهم. ونرجع لقصر مدينه كلارنس وبيسال ميتسوهو على زين، وقالت له كيكي ان هو مع كيهال واصدقائها علشان يدربوا الجنود لاستخدام الطيور. وبيقابل زين كيهال وبتسال على شيرة وقال لها انها مسافره، وادت له هديه كيهال يديها لشيرايوكي وانها بتشكرها جدا على مساعدتها ليها. بيقابل ميتسوهو الامير ايزانا وهو بيراقب اخوه زين، وقال له ميتسوهو ان هو فاهمه جدا وان هو بيمتحن زين وشيرايوكي. فقال له الامير ايزانا طب وانت متفاجئ ليه؟ ما هي دي الحقيقه، وان هم لو استسلموا يبقى هم ما يستحقوش بعض. قال له تعالى اقف هنا، وبيشوفوا زين بسبب الطائر اللي بيجي عليه. بتمشي شيرايوكي واوبي في الميه وهو شايل الامير راجي، وبيطلعوا منها وفجاه بيكتشف اوبي وجود العفاريت الصغننين دول، وبتصر شيرايوكي تروح ورا اوبي، ومنعها راجي بالقوه وقال لها زين هيقول ايه لو حصل لك حاجه. فقالت له شيرة ان لو انت حاسس ان اي حاجه بعملها دي تهديد ليك فالاحسن ان انا اسافر. فقال لها ان هو اسف بس هي اكيد جت علشان تقضي واجبها وتمشي. فقالت له ابدا انها وافقت تيجي علشان تغير علاقتهم من الاحسن. بيجيب اوبي العفاريت الصغيرين وبيزعق لهم الامير راجي علشان هم ماشيين وراه، وبتعرف رونا نفسها لشيرايوكي وكمان يوجينا، وبيسألهم اوبي على الطريق للخروج. فقال يوجينا ان هو يعرف طريق، وبالفعل بيطلعوا من المكان، وبتفرح شيرايوكي جدا بالمكان وبالاعشاب. وسألت رونا اخوها راجي انت بتحب شيرايوكي، فاتخض جدا من كلامها وقالت له ان هي سمعت حواره مع حارسه الشخصي وانه اتغير مع الجميع، والكل لاحظ ده لما سألهم انا ناقصني حاجه قولوا. فالكل اندهش من كلامه، وقالت لاخته انه اتغير للاحسن من بعد ما جت شيرايوكي. بيروح الامير راجي وبيعتذر لاوبي على اللي سببه لهم النهارده، وبتتخض رونا جدا ان راجي اول مره يعتذر لحد وهو موطي صوته كمان. بتشكر شيرايوكي الامير راجي على رؤيتها للمشتل وبتقول انها تشوفه بكره. نرجع للامير زين وبيسال ميتسوهو هو كان بيكلم اخوه ايزانا في ايه، فاتخض ميتسوهو وقال له زين ان عمره ما هيستسلم هو وشيرة ابدا. كيكي بتحضر وبتقول ان الجنود وصلوا لموقع الولد اللي اسمه كازوكي، ومهايا اختفى من القلعه. مهايا بيروح للولد اللي اسمه كازوكي وقال له ان نفسه في فلوس كتيره من الامير زين، فقرر ان هو يقبض على كازوكي علشان يوديه للامير زين. ولما بيحاول يمسكه بينط كازوكي فوق منه وقال له ان هو ممكن يساعده بدل الامير زين وهيديله فلوس كتير. وقال له مهايا تقصد ان انا اجيب لك شيرايوكي؟ انت مش عارف ان زين بيساعدها وان هو معين لها حارس يحرسها؟ فقال له كازوكي وهو ده هيفرق معانا برضه. نروح لميناء كلارنس وبيحضر الامير زين لمهايا بعد ما لقوه الجنود. قال له مهايا ان ما قالوش ان رايح يدور على كازوكي علشان يجيبه له كهديه، لكن بيقول له مهايا ان بعد ما اتكلم معاه ظهر واحد تاني من صحابه وقال له ان شيرايوكي في تنبارو. وهاجمه الامير زين وقال له انت كنت تعرف انها سافرت؟ فقال له اه، وبالفعل ده اللي حصل معاه. وسالوا كازوكي هيساعدهم ولا لا، وقال له مهايا انه مش ناوي يكون الشرير اللي في القصه. وفعلا ظهر واحد تاني وقال ان شيرايوكي في تنبارو وان هم هيروحوا لها. وقال لصاحبه كازوكي طب الراجل ده هنعمل فيه ايه؟ ده ممكن يقول لامير كلارنس على اللي احنا بنعمله. ولما حس مهايا بالخطر بسرعه نط في الميه علشان ينقذ نفسه. بيقلق زين على شيرايوكي وبيكتب رساله لشيرايوكي وبيبعتها مع الجندي. قال زين لمهايا انه هياخده معاه لتنبارو لانه هو الوحيد اللي عارف شكل كازوكي،
وقال ان هو رايح القصر الاول. بيصحي الامير زين الامير ايزانا وبيروح له. نرجع تاني لتمبارو والامير راجي بيفكر في شيرا وقصره كله بيتكلموا عليه، وبتدخله شيرا مع اوبي مكتبة القصر وبتنبهر شيرا بيها، وبتفرح رونا لما بتعرف تغيير اخوها وان هو بدأ يدرس شؤون البلاد، وكل القصر بيتكلم عن كده، وحارسه بيقول لهم انه اول مرة يطلب ده من نفسه، وبيقول يوجينا ان دعوة شيرا كده مفيدة، وقالت رونا اكيد انه وقع في حبها. بتروح للامير راجي في مكتبة القصر وقال لها انه ما كانش يعرف انها توافق على بقائها معاه في المكتبة، وقالت انها بتحب الكتب جدا. وبيقول اوبي ايه الملل ده؟ بيقول حارس الامير راجي ما تقنع شيرا انها ما ترجعش كلارنس تاني. فبيتحرج الامير راجي وبيروح لغرفته، بيلاقي اخواته نايمين على سريره بالاتفاق مع حارس اخوهم علشان يروح يكلم شيرا. تاني يوم اوبي متضايق من الملل وبرضه بيقعدوا في المكتبة، وبيقول الامير راجي لشيرا انه فكر في موضوع ان هم يغيروا علاقتهم مع بعض، بس هو نفسه انها تفتخر بان هو امير بلدها، وقال لها انت دلوقتي بتفتخري بيا، فما قدرتش تكذب وقال لها انه فهم ولازم يغير من نفسه، وقالت له انها هتكون فرحانه لما يتكلم عن المواطنين بشكل كويس. بتقول رونا لازم تقنع شيرا انها ما ترجعش كلارنس. بيسمعهم اوبي وقال لهم ان ده مستحيل، وبتقول له ليه يعني، وبيعرف الامير راجي ان هم موجودين وبيزعق لهم. بتحس رونا ان في حاجه ما بين شيرا واوبي وبتهرب من اخوها، وبتزق شيرا على اوبي وبتقول له انها اسفه. بتشكر شيرا اوبي بعد ما سندها، وبتقول رونا انها لازم تبعد اوبي عن شيرا علشان شيرا تحب اخوها، وبيشدهم الامير راجي بعيد عنه علشان يطردهم. بتروح شيرا مع الراجل الحديقه وبتعرفوا على عشبه جديده مش بتنمو غير في الجبل. بيقول لها انه يعرف ان في مجموعه هناك بتهاجم اللصوص، وسالته هل هم جنود من القصر، فقال لها لا، هم مجموعه من الناس اتجمعوا بنفسهم وعملوا كده. وبيكون الامير راجي كاتب كل كلامه في ورقه علشان ما ينساش الكلام. بيقول حارس الامير راجي لاوبي ان اتغير كتير جدا بعد ما قابل شيرا، وبيرجعوا تاني للقصر وبيسال الامير راجي شيرا تحب موسيقى الرقص تكون ايه علشان يعزفوها لها في الحفله، فقالت قبل ما تيجي انها اتدربت بصعوبه على الرقص ونفسها في موسيقى تكون ايقاعها بطيء. فبيطلع الامير راجي الكمان بتاعه وبيعزف لشيرا مقطع موسيقي وبتحبه شيرا جدا، واستمتعت بيه كمان وهو بيعزفه، وطلبت منه انها ترقص على المقطع ده في الحفله. سالها الامير راجي هترجع لكلارنس بعد الحفله، فقالت اكيد انها هترجع وهتحكي للامير زين عنه. بيجي بالليل وشيرا ماسكه ساعه زين وبيوحشها كتير جدا، وبتطلع للبلكونه وبتلاقي اوبي، وقالت له انها كانت بتفكر في زين. قال لها اكيد ان انت افتقدتيه، فقالت له جدا، وقال لها ان هو لازم يرجع ينام وبيستأذن منها. وبنعرف ان اوبي اعجب كمان بشيرا بعد ما سندها وبيفكر فيها. محظوظه البنت دي محظوظه. نروح لمركب في البحر وبيقولوا اللي فيها ان هم بيبحثوا عن واحد، وقالت لهم رئيستهم ان هم لازم يلاقوه. تاني يوم بتيجي الحفله وبتخطط رونا انها تخلي اخوها وشيرا لوحدهم سوا، وعايزه تبعد اوبي عنها ونفسها الافضل لاخوها، وبتشد اخوها يوجينا غصب عنه علشان ينفذوا خطتها. وبيدخل اوبي لشيرا بعد ما اتجهزت للحفله بفستانها الجميل وهي مرتبكه، وبتفوق نفسها وبتقول اكيد مش هيحصل حاجه، وبتقول انها معتمده على اوبي وبيشكرها اوبي. وبتوصل رساله لشيرايوكي من الامير زين. بنرجع تاني للامير زين بعد ما صح اخوه ساعتها وقال له ان العصابه هتطارد شيرايوكي ولازم يروح لها بنفسه، ورفض الامير ايزانا انه يديه الاذن، وغضب الامير زين وقال له ان هو هيحميها وان هو عايزها تكون زوجته. فقال له الامير ايزانا خلاص انا موافق ان انت تروح لها، بس على شرط لو حصل لك اي حاجه خلتني اتحرك البنت دي مش هترجع القصر تاني. ونروح لشيرايوكي والرساله اللي بعتها لها الامير زين كانت تحذير لاوبي. يظهر فجاه كازوكي لاوبي وشيرا وبيقول لها اخيرا لقيتك. بعد ما ظهر كازوكي لشيرا في الحلقه اللي فاتت وفجاه بينط صديقه على شيرا وبيضرب اوبي وبيشدها كازوكي وبيربطها، وبيقاتل اوبي اوتويا، وشيرا بتستنجد باي حد في القلعه وبيسكتها كازوكي. اول ما بتدخل رونا على شيرا بتلاقي اللي حصل فيها، وراح اوتويا ضرب اوبي وقع على الارض اغمى عليه، وراح شايل شيرا وخدرها كازوكي علشان تنام. بتتخض رونا ويوجينا من اللي حصل في اوبي وبتنقذه خادمتهم، ولما بيصحى يدور على شيرا يوجينا قال له ان العصابه خطفوها والحراس جروا وراهم لكنهم ما لقوهمش. بتتاسف له رونا لانها ما قدرتش تنقذهم، وبيطمنها اوبي وبيسال اوبي الخادمه تشوف له حد من كلارنس جه ولا لا، وبيقول اوبي للاطفال انهم لازم يروحوا يرتاحوا. فجاه بيلاقي اوبي هديه الامير زين اللي بعتها لشيرا مع الرساله، ولسه زين في الطريق لتمبارو. بيروح حارس الامير راجي ولقاه بيعزف الموسيقى اللي بتحبها شيرا، وقال انه حاسس انه عاجز ومش عارف يساعد شيرا ازاي. قال له الحارس انه هيقدر يعمل حاجه لشيرا، وبيفتكر اوبي ذكرياته مع شيرا وهو متعصب. وبيوصل الامير زين ومجموعته لتمبارو وبيطلب يدخل القلعه، ولما بيقابل الامير راجي كان بيرتجف لانه خايف منه. بيتاسف له الامير زين انه ما قالوش عن حكايه كازوكي ان كان بيبحث عن شيرا، وكمان اتأسف راجي انه ما قدرش يحمي شيرا. فجأة بتدخل الخادمة عليهم وبتقول لهم ان اوبي اختفى
وبيهرب بالفعل وبيلاقي اثار اقدام على الارض في الغابه. لما بيجتمعوا علشان يعرفوا مين اللي خطف شيرا، وسأل الامير راجي هل ممكن تكون مجموعه مخالب البحر، وقال زين انه سمع عنهم انهم لصوص بيجبروا الناس تدفع لهم في البحر بدون اذن، وصفقاتهم مش ماليه بس حتى البشر بيتاجروا فيهم. بيطلب حارس ملك تمبارو ان الملك عايز يشوف زين. ونرجع لمدينه كلارنس، ورئيسه قسم الاعشاب عرفت من الحراس اللي بتعالجهم ان الامير زين سافر لتمبارو في نص الليل، انه كان متسرع وبيفكر ريو في شيرا كمان. شيرا بعد الخطف لسه نايمه، ولما بتخلص من كازوكي الميه قال اوتويا انه هيروح يجيب الميه، وقال كازوكي اخيرا يا شيرا هنوديك المكان اللي انت بتنتمي ليه وان ابوهم هيفرح جدا. وبيروح الامير زين لملك تمبارو ابو الامير راجي وبيسمح له في التصرف زي ما يحب في المملكه، وبيشكروا الامير زين على مساعدته ليهم. ولما بيرجع الامير زين لمجموعته طلب الامير راجي يروح معاهم، وقال انه وعد شيرا انه هيكون امير تفتخر بيه. قال الملك انه استغرب من ردة فعل ابنه ولازم شيرايوكي ترجع سليمه. فجأة بيرجع اوتويا وما بيلاقيش كازوكي، وبيهجم عليه اوبي بشراسه وبيضربوا بعض وبيهددوا بالسلاح. وشاف اوتويا رسمه مخالب على الشجره، وطلب من اوبي انه يفكه لانه لو ما ندهش جماعته فشيرا هتكون في خطر. وقال له اوبي ان لازم يكون معاه. بتصحى شيرا وفجأة بتلاقي نفسها في مكان وكازوكي جنبها اللي خطفها وهو باين عليه اثار انه مضروب. وبتدخل عليهم الشريره اللي شفناها قبل كده، طلع ان كازوكي عارفها وقالت انها كانت بتدور عليه لما هرب منها، وقال لها انه مش هيرجع لعصابتهم تاني، وقالت له انا اللي هقرر، وقالت له مين البنت اللي معاه دي وهو مغطيها. ولما اكتشفت شيرا ان ساعة زين وقعت منها قعدت تبكي، وقالت يوهيمي انها عارفه ان رجال الجبال بيبحثوا عن شيرا. ولما بتخانق معاها كازوكي راحت ضربها وقالت لشيرا انها مش هترجع لبيتها ابدا بعد كده، وبتسيبهم وبتمشي. وشيرا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، وقال لها كازوكي ان بعد ما خدها بعيد عن القصر عصابه يوهيمي خطفوهم، وقالت له يعني انا اتخطفت كده مرتين، وقال لها انه مش عارف هما فين بس الناس دي قطاع طرق في البحر واكيد في مركب ولازم يهربوا. وشيرا بتترعش وبتفكر في زين. بتفتكر شيرا ذكرياتها مع الامير زين وانها مشتاقه لصوته، وفجاه بتقطع لبسها لانها مش هتعرف تجري بيه، وبتربطه تاني. بيعرف كازوكي انهم في سفينه في البحر ومقفول عليهم، وبتشوف شيرا حبوب نبات وبتاكلها، وبتلاقي شمعه مصباح، وفجاه بيلاقي افراد العصابه في دخان وحريقه، وبيضربهم كازوكي. وقالت له شيرا ان دي حبوب طعام لما بتتحرق بيطلع منها دخان كتير. وبيهرب كازوكي مع شيرا لسطح المركب، وفجاه بتلاقيه يوهيمي وبتنقض عليه، ولسه اوبي مع اوتويا في الطريق وبيلاقوا زعيم قبيلتهم، وبيلاقي زين ساعته اللي كان مديها لشيرا، وكيكي بتوريه رساله اوبي. قالوا الامير راجي انهم لازم يقابلوا اسود الجبال الاول لانهم بينهم عداوه مع عصابه مخالب البحر، وتقاتلوا كذا مره قبل كده. بيركبوا كلهم الاحصنه وبينطلقوا، ونرجع لعصابه اوتويا واوبي معاهم وان هم اسود الجبل، وان مخالب البحر عرفت موقع كازوكي علشان ترجعوا ليه، وبيقرروا يروحوا له. انه قال لاوتويا هيروحوا لمكان تاني، وقال لهم اوبي ان هو هيجي معاهم. ونرجع لعصابه مخالب البحر ويوهيمي مش مبطله ضرب في الاثنين اللي ضربهم كازوكي كعقاب ليهم، وضربت كازوكي وقالت له اسمع اوامري زي ما كنت زمان، وقال لها انه ما عادش في عصابتها وان هو دلوقتي من اسود الجبل. وقالت له عايز تقول لي ان هم هيجوا مخصوص عشانك بس؟ فقال لها مش انا بس. فقالت له ايوه البنت اللي معاك دي مهمه لاسود الجبل في ايه؟ وبيتحرك الامير زين ومجموعته وبيلاقي اوبي الطائر اللي كان في جزيره كهال، وفجاه بيظهر لهم الامير زين وبيعتذر له اوبي، وراح ضربوا الامير زين وقال له دي من ميتسو وكيكي، وبيشكروا الامير زين على رسالته ليه اللي عرفته ان الهديه اللي بعتها لشيرا معاه، وهي دي اللي عرفته مكانه بسبب الطائر، وانه اتعلم يتحكم في الطائر من كهال. عرف حارس الامير راجي ان الراجل ده هو رئيس مجموعه اسود الجبال، وقال ماهايا ان اوتويا اللي جنبه ده كان مع كازوكي لما شافه في المينا. قال اوبي ان اللي خطف شيرا من القلعه مجموعه اسود الجبال، واللي خطف شيرايوكي وكازوكي كانوا مخالب البحر. ولما طلب منهم الامير راجي يحكوا له كل حاجه رفضوا وحاولوا يجروا، فوقفهم ميتسو وكيكي وقال لهم الامير زين انه سمع ان هم بيحاربوا اللصوص، وانه ما كانش مصدق ان هم اللي اقتحموا القصر فليه حاولوا يخطفوا شيرا وضربوا اوبي. قال اوتويا ان كازوكي كان من اعضاء عصابه مخالب البحر قبل ما ينضم لهم، وعملوه معامله حقيره وباعوا له واحد من النبلاء وهرب منهم زي اللي حصل مع شيرايوكي واخدها واحد من النبلاء. فقال له زين وانتوا عملتوا ايه؟ حاولتوا تخطفوها من غير حتى ما تاخدوا اذنها؟ فقال له رئيسهم ان هم فعلا قاموا بتصرف خاطئ، وقال لهم ان هم هيتحدوا بس مع بعض علشان يرجعوا الاثنين، واتفقوا سوا. وصلوا لمكان السفينه وعرف منهم زين ان ست هي اللي بتقودهم، فبيوصل اوبي وبيقول لهم فعلا الناس اللي بتتكلم هناك ان هم سرقوا ولد صغير واحتمال وجود شيرا هناك كبير جدا. اقترحت كيكي عليهم اقتراح، فجاه بنلاقي رئيسه العصابه بتغرق كازوكي في الميه، وبترفع كازوكي تاني وهي بتساله تاني على علاقه شيرا بيهم وبيرفض يقول لها. وفجاه بيوصلوا لها ناس وبيقولوا لها ان عندهم ليها بضاعه قيمه، وبيحبسوا شيرا وكازوكي تاني، وبيسالها كازوكي انها ليه ما سالتوش ليه خطفها وعايزين منها ايه، فقالت له لانهم هاجموا اوبي فمش هتقدر تصدقه، لكن شجعته ان هو مش عايز يوشي بقبيلته فهي هتصدق تصرفاته، لكنها مش هتساله غير لما يخرجوا من المكان ده بسلام. وفجاه بتبحر السفينه وشيرا بتفكر في زين، وبيدخلوا عليهم حد تالت وقالوا ان هم هيبيعوها معاهم، وفجاه بتطلع انها كيكي. ونرجع كده بلاي باك وان دي الخطه اللي عرضتها عليهم، وان لازم يكون حد مع شيرا جوه السفينه. ورفض ساعتها ميتسو وقال لهم ماهايا ان ابوه كان من النبلاء،
صفقة سرية، امرأة هي القائدة وقراصنة، ويعتقد ان دول هم اللي اتورط معاهم ابوه كان بيعتبرهم حلفاء، وان ماهايا عارف كل شيء عنهم لكن مش هيساعدهم مجانا. فقال زين دايما بيستغل كده الفرص، فقال المرة دي انه مش عايز حاجة من الامير زين ومخالب البحر من تمبارو، واللي هيحقق لهم نيته الامير راجي. فقال له الامير راجي ماشي. فاستغرب جدا، فقال له طالما هتساعدنا في انقاذ شيرا والتخلص من العصابة دي فليه لا ما يدلوش مكافأة. وبيفكر زين في شيرا، وبيعرف كازوكي ان شيرا تعرف كيكي وان قائده قلقان عليه. قالت كيكي لشيرا ان زين قلقان عليها كمان وانهم عاملين خطة، وبتعيط شيرا. بتفرح شيرايوكي بالكلام اللي سمعته من كيكي، وبتفك نفسها كيكي وبتدي الهدية بتاعت كيهال اللي بعتها زين لشيرا. بيجري وراهم زين وبيدلهم الطائر على مكانهم، وفجأة بيعرفوا تجار السفن وجود الأمير راجي عندهم، وطبعا مشهور عنه إنه جبان وخواف، وبيضطر يطلع لهم الأمير راجي بعد ما بيفتكر كلام الأمير زين ليه، وترجاهم الأمير راجي يساعدوهم بسفنهم في البحر. بيجري الأمير زين ومجموعته مع أسود الجبال ورا سفينة مخالب البحر بس عن طريق البر، وبتكتشف عصابة مخالب البحر وجود سفن كتيرة بتقودهم السفينة الملكية، وبيجيبوا شيرايوكي. واستغرب التجار من شجاعة الأمير راجي وإنه مش زي ما اتقال عنه أبدا. ولما بيتأكد الأمير راجي بوجود شيرايوكي طلب منهم تسليم شيرايوكي ليهم وانها صديقة العائلة الملكية. واتخضت رئيستهم يوهيمي لكنها رفضت تسمع كلام الامير راجي، وهربوا بالسفينة ناحية الغرب، وراحت ضربت شيرايوكي بسهمها وتعورت شيرا منها وحبستها تاني. قالت يوهيمي مش هيقدروا يمشوا ورانا في الدوامة الزرقاء، وبالفعل بتعرف تمشي هي خلال الدوامات الزرقاء لانها فاهمه خبايا البحر. ولما بيمشوا كلهم من خلالها قالوا ان الدوامات دي هتبلع السفن بتاعتهم. لكن الامير راجي على الرغم من خوفه الشديد جات له فكره، وانهم يغيروا وجهتهم من اليمين حبه والشمال حبه ويعرفوا يمشوا خلال الدوامات. وعدوا فعلا منها بسلام على الرغم من تعبه من البحر. ولما استخبت يوهيمي بعصابتها في البحر وظنت ان محدش هيجي وراها، لكنها اتفاجئت بوجود السفينه الملكيه وراهم وعرفوا مكانهم، وضربوا سفينتهم ونطوا العصابه من السفينه، وضربت كيكي العصابه. وايدت يوهيمي الشريره شيرايوكي وهجم واحد منهم على كيكي، راح جه سوه وضربه. حضر الامير زين وشيرا متفاجئه وقال لها بعيد ايدك دي عن شيرا، وعضتها شيرا ووقعت شيرا على الارض. وظهر اوبي وقال لزين ياخد شيرا لمكان امن، وراح معاهم كازوكي. وبيظهر اسود الجبل كلهم، ولما بيعرف كازوكي من زين ان اسود الجبل حضرت بيجري لهم بسرعه. بيحضن الامير زين شيرا وبيتاسف على تاخيره، وبتعيط شيرا جامد وبيتاسف لها على جرحها وان هو هيرجع لها. وبيكون في معركه شرسه ما بين اسود الجبال ومجموعه زين بين مخالب البحر، وبيرجع لهم الامير زين وبيهجموا كلهم على بعض وبيحاربوا مخالب البحر، وبيقبضوا عليهم في الاخر وبيسجنوهم في سجن تمبارو. وبتشكرهم شيرا على اللي عملوه معاها، وبيزق كازوكي رئيس اسود الجبال بيعزمهم على مأدبة وحفله. وبتكتشف شيرا ان هو ده ابوها الحقيقي. بتروح شيرايوكي مع مجموعه زين على الاحصنه وهي متفاجئه لوجود والدها، وبيقودهم ابوها للمدينه. بيوصلوا كلهم لقريه اسود الجبال اللي فرحانين بسبب تغلبهم على مخالب البحر. وقال ابو شيرايوكي انه هيعرف نفسه تاني، وهو رئيس قبيله اسود الجبال موكسي. وقالت له انها فرحانه انها شافته. ولما سالها ازاي بكل بساطه عرفت ملامحه، قالت انها شافته وهي صغيره لما زار جدها وجدتها. بتشكر كيكي متسوهو على قلقه عليها. وقال والد شيرايوكي انه كان من قبيله في الغرب، وامها كانت هتتجوز من عمه، وبسبب حبه ليها ضربهم كلهم وبعدوا عن القبيله. ولما هربوا لقوا قبيله اسود الجبال وراعوهم هما الاثنين واتجوزوا، واتولدت شيرايوكي في القريه. لكن اتوفت امها بعد كده، ما قدرش يخلي شيرا تعيش في بيئه كلها مخاطر زي دي. وبعد فتره اداها لابوه وامه يرعوها. قال لها كازوكي ان والدها لما عرف انها سابت مدينه تمبارو كان بيبحث عنها علشان يطمن عليها، علشان كده قرروا يحموها وياخدوها خوفا عليها من امير تمبارو اللي كان بيزعجها. وبيتاسف لها ان هم حطوها في الموقف ده، وطلب منها تعيش معاهم. وشكرته شيرايوكي جدا، لكنها بتتاسف له انها مش هتقدر تعيش معاهم وانها حبت كلارنس جدا. بتروح شيرايوكي لاوبي وبتدور عليه وسالته عن سبب اختفائه، فقال لها ان هو اسف انه ما قدرش يحميها على الرغم من ان هو حارسها الشخصي. قالت له شيرايوكي انها هتفضل تختاره كحارسها الشخصي على طول، وان اللي حصل ده مش ذنبه، وبتقول يعتني بيها على طول وبيجي بالليل وبتحضر شيرا الحفله مع الجميع. وشاف ابو شيرا زين وراح وراه. سأله ابوها كون ان امير يجري ورا واحده علشان ينقذها ده مش طبع الامراء، ايه السبب بقى؟ واكتشفت شيرا ان زين اختفى من الحفله، فقال له زين ان عنده حق وهو محرج جدا. وسأله ابو شيرايوكي هل بيحبها، فقال له وضحك ابو شيرا عليه. ولما نزل زين اكتشفت ان شيرا سمعت كل حاجه وهما الاتنين محرجين جدا. وبيديها زين مفتاح الغرفه اللي هتقعد فيها، لكنها حضنته وطلبت منه يقعدوا سوا، وحضنها زين وبيضحكوا سوا طول الليل. وبتتاسف له على الساعه اللي ضاعت، وقال لها انها معاه دلوقتي. وبتنام شيرا فجأة وبيشيلها زين للسرير، وبيودعها ابوها تاني يوم وان هو فخور بيها. وبيودعهم الجميع، وبيعرف الامير راجي ان شيرا عدت عليه في طريقها وهو فرحان جدا. وبتلبس شيرايوكي فستان جميل، وبيوديها اوبي لقاعة الاحتفال. وبيزعق الامير راجي لاخته رونا انها حشرة مناخيرها في كل حاجة.
وبترقص شيرة مع الأمير راجي في الحفلة، وطبعا على الرغم من غيرة الأمير زين بس هو فرحان بجمال شيرايوكي جدا، وبيودعها الأمير راجي تاني يوم وهو حزين على فراقها، وبيرجع الجميع لكلارنس تاني. أثناء رجوعهم لمدينة كلارنس بيلاقوا الدنيا بتمطر، فقرروا يروحوا لأول بلدة قدامهم، وبالفعل بيدخلوا فندق وبيحجزوا غرفتين، واحد للولاد والتاني للبنات. تدخل عليهم واحدة وبتطلب غرفة وبيدخلوا الحوض الاستحمام، ولما بيقول أوبي للأمير زين إن شيرة في الحمام اللي جنبه بيتحرك جدا وبيدخل جوه المية، قال أوبي إن كيكي ومتسوهو لايقين على بعض جدا، فقال زين إنه ما عندوش مانع لو حتى اتجوزوا. وقالت كيكي لشيرة إن زين لما بيتفقد أوضاع البلاد بيجي هنا، وبيخرجوا سوا وبياكلوا في مطعم، وأوبي ومتسوهو بيقدموا الأكل لزين راح ماسك إيديهم، وشيرة بتضحك عليهم جامد. بتجيلهم البنت تاني وهي عمالة تتغزل في متسوهو وهو محرج جدا وسابتهم ومشت، وبيطلع وراها أوبي وطلع زين وشيرة واختفت البنت، وبيضحك أوبي معاهم وقال إن في كل مرة بيشوفهم بيكون سعيد جدا. وبيقول متسوهو لكيكي إن في مرة كان مع الأمير زين لوحدهم وقالوا إنه حب شيرة وصداقته معاها جدا، وبيستأذن أوبي من الأمير زين تخبط إيد شيرة مع الأمير زين بالغلط ورغم إحراجهم لكنه مسك إيديها. أثناء نوم الجميع بالليل بيطلع أوبي للسطح وراحت له البنت اللي احنا شفناها، وطلعت عارفة أوبي هو كمان، ولما بتحاول تهجم عليه بيصدها بسرعة، ولما سألها ايه اللي جابها هنا قالت له انها بتبحث عن حد هرب من كلارنس، وطلبت منه انه يساعدها، وقالت له مرت 3 سنين على فراقه ليهم، ولما رفض يساعدها قالت له انه مش عمل خطير وانها بس عايزة تلاقي شخص هرب من منزله ووافق يساعدها، وبينطوا سوا لحد ما بيوصلوا للمكان. قالت له ان الشخص ده ابن راجل غني وهرب من منزله ولعب بكل اموال والده. قال لها اوبي انه لو وصل متاخر هيغضب منه الامير زين جدا، وبالفعل بيصحي متسوهو الامير زين وبيعرفوا كلهم ان اوبي اختفى وساب ورقه انه هيخرج. بتنط البنت بمساعده اوبي وبتنزل له حبل، بيدخلوا سوا وثابته اول ما بيدخل بيهجم عليه واحد وبيوقعه، وبتدخل البنت على الولد كيدو وقال لها انه مش هيرجع للمنزل ابدا، ولما سالته ليه هرب قال لها انه عايز الحريه وكده كده هيورث اهله، ولما قال لها هيديها فلوس قالت له ان انت بترشيني ولازم تتحمل مسؤوليه افعالك دي، وبتأيده. وفجأة بيدخل عليها واحد بسيف وبتضربه لكن رجلها اتزحلقت ووقعت، وبينزل لها اوبي ينقذها وبالفعل مسكها. هي اتجرحت في ايديها وفكرته لما اتصاب في مرة اصابة شديدة جدا وسابهم ومشى، ولما سألته يرجع لعصابتهم قال لها ان في جزء منه ارتبط بالامير زين واللي معاه ومش هيقدر يسيبهم ابدا. وفجأة بيصوت الامير زين لاوبي وبيتأسف له اوبي، وقال له زين ان لقاه لما عرف من كيكي انه ممكن يكون هنا. تعالج شيرة البنت وقال له زين وجودك ليه معنى معانا، ومهما مشيت هتلاقينا بنقلق عليك. وجريت ليه شيرة تطمن على جرحه، لما رفض غضب الاتنين منه، وعالجته شيرة وقالت له انها فرحانة جدا ان هو كويس. قالت له البنت ان انت مش اوبي ابدا المخيف بتاع زمان، وبيندهوله وبيقول لنفسه انهم احسن صدفة قابلها. سألهم الامير زين ليه شيرة مش بتركب معاه، فقالوا متسوهو طالما احنا موجودين ممنوع انها تركب معاك. ولما سألت شيرة اوبي عن اسم البنت قال لها انها اسمها تورو. الامير ايزانا بيعرف من الوزير هاروكا ان الامير زين عنده ترشيحات كتيره جدا للزواج، قال له انه هيقول له يقوم بمقابلات الزواج دي اول ما يوصل، وبالفعل بيوصل الامير زين وبيحيي اخوه الامير ايزانا ورحب بيه اخوه ان هو فرحان بعودته. رجعت شيرة لعملها ورحبت بيها رئيسه القسم ومساعدها. اول ما بيوصل ريو بتقع من ايده كل الكتب بسبب فرحته بعودتها، وبيلاحظ ريو شطارة شيرة في العمل وبيرحب بعودتها. بالفعل عرف الوزير هاروكا الامير زين على طلبات الزواج دي وقال له يقابل البنات كلها. سمع اللي حصل اوبي وكيكي، ولما قال له زين انه مش ناوي يبحث عن زوجة ليه دخل عليهم متسوهو وقال له الوزير انه مش هيجبروا على اقامة حفل ليهم كلهم، بس على الاقل يقابل واحدة من اللي مرشحينهم له ويثبت ان هو مش عايز يتجوز الجميع دول. اتفاجئ زين لما بيلاقي اسم في الترشيحات ووافق ان هو يقابل واحدة منهم، وكان متفاجئ الجميع ان زين وافق يقابل واحدة لانهم كلهم بيحبوا شيرة. وريو بيحكي لرئيسة القسم على اللي حصل، واتفاجئت رئيسة القسم لما شافت شيرة وقالت لهم شيرة انها تخرج تحضر البذور وباين عليها القلق. والامير زين في كامل اناقته وأوبي ومتسوهو وبيدخل عليهم بنت، وبنتفاجئ انها كيكي. وقال متسوهو على الرغم من ان كل ده تمثيل بس ما توقعش ان كل ده هيحصل، وساعتها فهمها الامير زين انه مش حابب رأي اخوه ان هو مش عايز يتجوز بالطريقة دي، وانه مش هيقول لاي حد. واوبي ما كانش قادر يمسك نفسه من الضحك. قال متسوهو لاوبي ما يقولش لشيرة عن اللي حصل ده، وبالفعل شيرة لما بتقابل اوبي طلعت انها عارفه بمقابله الجواز، لكنه توقف لانه وعد الامير زين انه مش هيجيب سيره لحد. سابته شيرة ومشت وهي متضايقه، واعتذر الامير زين لكيكي ان هو حطها في الموقف ده وانه عارف انها ما بتحبش تلبس الفساتين، وقال لها فاكره اول مره شفناكي فيها كنت لابسه فستان من 5 سنين. ساعتها كيكي حضرت للقصر وقعدت في مكان بعيد عن الناس في حفله، وهرب برضه متسوهو من وجود الناس وتعرفوا سوا على بعض، وقالت له انها بتكره الحفلات زيه. وبعدها اتعينت كسيافه في القصر، ولما حضر متسوهو مره تانية وشافها رحب بيها على انها ولد وما عرفهاش خالص، وقال له زين ان انت غبي قوي. وقال زين انه قعد فتره كتيره جدا بيفكر ان هي ولد، كان مغفل قوي.
ولما خلصت المقابله وحكى اوبي لزين اللي حصل مع شيرا صرخ في وشه وقال له ما قلتلهاش ليه الحقيقه يا غبي. وجرى الامير زين لشيرا وسال عنها ريو وراح لها في شغلها وهو بينهج وحكى لها الحقيقه وهي متفاجئه جدا وقال لها انه اسف ومسك ايديها وهي محرجه وقال لها انه غلطان وقالت له انها سعيده بوجودها جنبه. وبيروح الامير إزانا للامير زين وقال له انه عرف انه قام بمقابله الزواج دي مع كيكي وسخر منه وقال له المره الجايه ما ينساش يقوم بالمقابله مع ميتسوهو. قال ان هو اللي ما حذفش اسم كيكي من القايمه وقال له إزانا انه هيتجوز قريب جدا وان هو الامير التاني ولازم يلاقي زوجه ليه. ولما قال زين انه بيحب شيرا وعايزها تكون زوجه ليه وانحنى لاخوه قال له إزانا انه يرفع راسه وانه معاه في طريقه اللي هيختاره مع شيريوكي. لما بيقعد الامير زين مع نفسه بيفتكر كلام اخوه وهو ماشي سرحان اتنفض واحده من الخدم السجاد ووقعت عليه السجاده وبتجري الخادمه بسرعه على شيرا وبتطلب منها انها تساعد الامير زين. لقوه اتأذت رقبته ومش عارف يحركها وكان خايف عليه ميتسوهو جدا وقال لشيرا تاخد بالها منه وهو هيروح يجيب رئيسة قسم الأعشاب. ولما دخل مكتبها وبيبحث عنها لقاها مش موجودة وبالغلط وقع عقار على الأرض. ما حب ينقذ الموقف حس بدوخة غريبة ورجع عليهم ونزل على الأرض يعتذر جامد لزين على تأخيره وهم مستغربين قوي ايه اللي بيحصل ده وحتى زين مستغرب من طريقته اللي بيتكلم بيها دي. قالت رئيسة القسم ان العقار اللي استنشقه ده ليه خصائص منومة يعني الجزء اللي مخفي جواه هيظهر على شخصيته لحد ما تلاقي له علاج ويرجع لشخصيته الطبيعية تاني. وبتحضر شيرا علاج الأمير زين وطلبت يقلع ملابسه وحطت له العلاج وبتفضل تبحث شيرا العلاج لميتسوهو لحد ما بتلاقي نبتة نادرة وبيدخل ريو عليها بنفس نوع النبتة وقال لها رئيسة القسم بعتها لها تدرسها. ولما بتدخل كيكي المكتب بيزقها ميتسوهو مسك ايديها وقال لها برومانسيه ايدك الجميله دي حصل لها حاجه بتقول له ها بغضب وراحت ضربها واوبي عمال يضحك. ولسه ميتسوهو ملازم الامير زين في كل حاجه ومنضبط جدا والامير زين مخنوق منه قوي وبيحميه حتى من حبه ميه واقعين على الارض وبيقول له خطر ما تمشيش من هنا. وراح الامير زين رمى الكتاب بتاعه وقال له يجيبه وهرب منه وفجاه لقاه قدامه. والامير زين مش مستحمل اللي بيحصل خالص وبيعرف ريو ان شيرا مستمره في العمل باجتهاد وهي قاعده تحت القمر اكتشفت ان الزهره بتتغير خصائصها. ولما راح لها الامير زين علشان يشوفها وفجاه بيقع السلم على الكتب وبتقع الكتب عليهم وبيحمي زين ميتسوهو. وقالت شيرا انها تصنع الدواء اللي هيرجع ميتسوهو لحالته الطبيعيه وبالفعل بتحضر الدواء وبتديه لميتسوهو وقالت انها هتلاحظه طول الليل. وبيفوق ميتسوهو وهو مش فاكر اي حاجه حصلت بعد استنشاق العقار. والامير زين غضبان منه وقال له اوبي تحب اقول لك عملت ايه؟ انا كاتب كل حاجه اتصدمت بكيكي وخدت ايديها بلطف وقلت لها ايدك الجميله دي اتأذت. بيشكر الامير زين شيرا وقالت لها رئيسه القسم بعد ما قرأت التقرير بتاعها ان كل ده كان امتحان يا محي وانت نجحت فيه اقصد يعني بقيتي طبيبه رسميه في القصر وبيهنيها كل الجميع وحتى ريو. بيعرف زين من إزانا ان في حد جاي من تنبارو لشيرا وقال له زين هيروح يقابله. بتروح شيرا للامير إزانا وبتتفاجئ بوجود وزير الامير راجي واداها امر ملكي بجعلها صديقه العائله المالكه وهديه عقد. افتكرت شيرا كلام الامير راجي اثناء خطفها وخدت شيرا الحاجه وشكرته. سألها الامير إزانا عن شعورها اتجاه الامير زين وهل عايزه امورهم تتطور لحد قد ايه وسابهم وخرج وهي مرتبكه جدا وقال لها زين ما تفكرش كتير وتاخد وقتها في التفكير. بيقابل وزير الامير راجي تاني شيرا وادالها رساله شخصيه منه وقال لها تفكر في العوده لتنبارو لبلدها تاني وان الامير راجي اتغير كتير جدا للاحسن. بالفعل بتقرا رسالته شيرا واصراره على بقائها جنبه كصديقته وانها لازم تقرر روابطها بنفسها. تتمشى شيرا في القصر من كتر التفكير ولما حس اوبي بقلقها وانها محتاجه الامير زين قال لها ان هو هيجيبه لها في ثواني. وبالفعل بيجري عليها الامير زين وهو بينهج ومسكت ايده شيرا وقالت له انها مش قادره تديله رد صريح على علاقتهم ولا حتى على كلام الامير إزانا وهي خايفه جدا ومحرجه وقالت له ممكن تفكر في الامر. فحضنها الامير زين وقال لها ان مش لازم تتسرع ومن كتر كسوفها ما كانتش قادره تقف وشالها الامير زين وجرى بيها داخل القصر وهرب من الحراس وجرى بيها لمكان جميل جدا. وقعدت شيرا وقال لها زين انه بيحبها لكن طالما حبت تفكر في حياتها فهو موافق. وبيودعوا تاني يوم وزير الامير راجي وبعتت له شيرا رساله كرد على رسالته وبيرجع زين لعمله تاني وشيرا كمان لعملها في القلعه.